السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله رب العالمين النهارده هنحل درس المقاومة الكهربية. قبل ما نحل ان شاء الله هنعمل مراجعة على الدرس ده، هنلخص القوانين خلاص، وهنحل كتير على مسائل النسب. مسائل النسب يا جماعة مهمة جدا، مش مرتبطة بدرس المقاومة الكهربية بس، لا، مرتبطة بكذا درس معانا. فيا ريت نهتم ونركز في المسائل بتاعت النسب عشان هتكمل معانا بعد كده. تمام؟ يلا بينا نخش نشوف المراجعة بتاعت المقاومة الكهربية. اتفقنا ان المقاومة الكهربية، ايه هي المقاومة الكهربية او ايه هي تعريف المقاومة الكهربية؟ المقاومة الكهربية هي الممانعة. لو انا معايا سلك او موصل بالشكل ده كده موصل، فالموصل ده عندي هنا ايونات موجبة. خلاص، الايونات الموجبة بتتحرك بحركة اهتزازية، يبقى الايونات الموجبة بتتحرك بحركة اهتزازية. داخل لي تيار كهربي عليها. التيار الكهربي ده عبارة عن الكترونات داخلة بتتحرك جوه الموصل. نتيجة الاحتكاك او التصادم اللي هيحصل بين الايونات الموجبة والالكترونات او الالكترونات ومادة السلك، هيحصل احتكاك. فالاحتكاك دوت بسميه المقاومة الكهربية. ايه هي المقاومة الكهربية؟ هي الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي اثناء مروره في موصل. المقاومة ايه هي؟ الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي اثناء مروره في موصل. جميل قوي. طيب افتكر معايا كده ان الار المقاومة كانت بتتناسب مع طول السلك، وان المقاومة برضو كانت بتتناسب مع المساحة عكسي. خلاص، دي كده كانت العوامل بتاعت المقاومة بتاعتي، وكانت بنتكلم فيها على طول السلك او مساحة مقطع السلك. وقلنا ان الار تتناسب مع ال على ايه، وشلنا علامة التناسب دي وحطينا مكانها يساوي، فحطينا مكانها ثابت التناسب اللي هو الرو اي، اللي هو المقاومة النوعية في ال على ايه. جميل قوي. طيب تعالى بقى نرتب الكلام تاني. واحدة واحدة. اول حاجة اخدناها او اول قانون اخدناه هو ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه. مين ال؟ طول السلك. ومين الايه؟ مساحة مقطع السلك. خلاص. ومين الرو اي؟ المقاومة النوعية لمادة السلك. جميل قوي. طيب حضرتك دلوقتي لو احنا عايزين المقاومة بدلالة ار، بدلالة نص قطر السلك، هنجيبها ازاي؟ والله حضرتك انا عارف ان لو ده معايا السلك اهو، فده كده لو ده معايا كده السلك، خلاص، فالسلك هنا ده كده مساحة المقطع. فمساحة المقطع هنا بتساوي ايه؟ بتساوي باي ار تربيع، فهنا في نص قطر، فمساحة المقطع هنا بتساوي ايه؟ باي ار تربيع. حلو. طيب انا دلوقتي عايز مين؟ عايز المقاومة بدلالة مين؟ بدلالة نص قطر. اذا الار بتساوي رو اي المقاومة النوعية في ال على باي ار تربيع. باي ار ايه؟ تربيع. جميل. حلو. يبقى في مسائل السلك العادية ان الار تتناسب مع طول السلك تناسب طردي. الار تتناسب مع المساحة تناسب عكسي. خلاص. الار تتناسب مع مربع نص القطر تناسب ايه؟ تناسب عكسي. يبقى انا كده بتناسب مع الطول، مع عكسي مع المساحة، عكسي مع مربع نص القطر. تمام؟ وده هنشتغل عليه او هنشوف المسائل بتيجي عليه او بتيجي على الافكار ديت ازاي. تمام؟ طيب ما ننساش خلاص مسائل
مسائل الحجم، مسائل الحجم، المسائل اللي يجيب لي فيها حجم. ازاي اعرف ان المسائل ديت هيجيب لي فيها حجم؟ لما يقول لي سحب او اعادة تشكيل، سحب او اعادة ايه؟ تشكيل. لما يجي يقول لي سحب سلك، كلمة سحب سلك دي يعني الحجم ثابت، يعني الحجم ايه؟ ثابت. كمان المقاومة النوعية ايه؟ ثابتة. ليه؟ لان انا لما اسحب سلك هل نوع المادة بتاعي هتتغير؟ لا. يعني هو مثلا لو كان حديد جيت سحبته هيبقى نحاس؟ اكيد لا. يبقى المقاومه النوعيه هنا ايه؟ ثابته. ليه؟ افتكر معايا كده في الحصه كنا بنقول ان المقاومه النوعيه تعتمد على نوع الماده ودرجه الحراره. تمام؟ فسحب السلك هنا حضرتك مش هيأثر في حاجه في نوع الماده، وكمان مش هيأثر حاجه في حجم الماده. بمعنى حضرتك دلوقتي انا حضرتك زودت الطول، المساحه هتقل، الحجم ثابت. خلاص؟ انا قللت الطول، مساحه المقطع هتزيد، الحجم الحجم ثابت. يبقى في السحب او اعاده التشكيل بيبقى الحجم معايا الفوليوم والرؤي الاتنين ثابتين، ثابتين. طيب حضرتك دلوقتي عايز اشتغل بقانون الحجم، اعمل ايه؟ والله حضرتك تعالى بس افكرك انا كنت بقول ان الار بتساوي رؤي في ال على تعالى كده على جنب، كنا قايلين ان الفوليوم الحجم هو عباره عن مساحه في طول اف ال. يعني انت هنا لو ضربت في ال وهنا ضربت في ال بقى القانون بتاعك بدلاله الطول بيساوي رؤي في ال تربيع على فوليوم، سوري، على على فوليوم. ليه؟ اف ال هنا هتديك هتديك فوليوم، اف ال هتديك فوليوم. طيب تعالى، طيب عايز اشتغل بدلالة المساحة، تعالى اكتب القانون تاني. اذا ار بتساوي رؤي في ال على صح؟ لو ضربت بسط بمقام في نفس الحاجة النسبة بتفضل ثابتة، زي هنا ضربت ال فوق في ال وتحت في ال، فالنسبة تفضل فالنسبة تفضل ثابتة. طيب حضرتك اضرب فوق وتحت في خلاص؟ اضرب فوق وتحت في يا جماعة انا مش بشرح، انا بديك ملخص للقوانين عشان تعرف واحنا بنحل مع بعض تعرف او تتذكر القوانين اللي احنا قلناها في الحصه. انا بشرح في الحصه، انا ببتدي ان انا احل معاك، بس ببتدي ان انا اراجع معاك بعض القوانين المهمه اللي هنحتاجها في المسائل. طيب ادي حضرتك اف ال دي تديك تديك حجم، صح كده؟ اذا الار هتساوي رؤي في فوليوم على تربيع. خلاص؟ ده كده قانون بدلالة مين؟ ده كده قانون بدلالة المساحة. طب وده كده القانون ده بدلالة مين؟ القانون ده بدلالة الطول، دلالة بدلالة الطول. طيب حضرتك مش ممكن افك المساحة؟ تبقى عاملة ازاي؟ تفكها بدلالة نص القطر، تبقى رؤي زي ما هي في فوليوم زي ما هي على باي ار تربيع الكل أس 2، باي ار تربيع الكل أس 2. حضرتك التربيع ده أس الأس اضرب من غير ما تبص، هنا تتضرب في 2 وهنا تتضرب في 2، يبقى القانون عامل ازاي؟ يبقى القانون عامل رؤي في فوليوم على باي تربيع ار أس 4. ار أس كام؟ ار أس 4. طب حضرتك تعالى هنا في مسائل السحب وإعادة التشكيل، في مسائل السحب وإعادة التشكيل هتقول لي إن الار، هتقول لي إن الار بتتناسب مع مربع الطول لو جاب لي سيره الطول، وهتقول لي ان الار تتناسب عكسيا مع مربع المساحه لو جاب لي سيره المساحه، وهتقول لي ان الار تتناسب مع الأس الرابع لنص القطر، تتناسب مع الأس الرابع لنص القطر. يبقى في مسائل السحب وإعادة التشكيل المقاومة تتناسب تربيعيا، تتناسب طرديا مع ال تربيع، تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع، تتناسب مع الأس الرابع لنص القطر عكسي. يبقى هنا ار تتناسب مع ال تربيع، ار تتناسب مع 1 على تربيع، ار تتناسب مع 1 على ار أس 4. مين ار ده؟ اللي هو نص القطر، نق. خلاص؟ تمام؟ طيب ده بالنسبة للجزء الأول. طيب نمسح كده. طيب نرجع تاني. خدنا قبل كده ان الار
بتساوي رو اي في فوليوم على ايه تربيع، او الار بتساوي رو اي في ال تربيع على فوليوم. هنحتاج القانونين دول ليه بقى؟ لان انت لو ضربت هنا في رو وهنا في رو وضربت هنا في رو وهنا في رو، ايه اللي هيحصل؟ مين الرو دي؟ الكثافه. مين الرو؟ الكثافه. خدت قبل كده انت ان في تانية ثانوي ان الكثافه بتساوي الكتله على مين؟ على الحجم، صح كده؟ طيب حضرتك دلوقتي انا عايز لو انا ضربت، لو عملت وسطين في طرفين كده، فيبقى الكتله بتاعتي بتساوي الكثافه في الحجم. الكثافه في الايه؟ في الحجم. يبقى انا معايا الكتله بتساوي الكثافه في الحجم. جميل، حلو. طيب حضرتك دلوقتي لو انا ضربت ده، القانون ده هيتحول لايه؟ القانون ده هيتحول ان الار بتساوي رو اي رو في فوليوم تديني كتله على رو في ايه تربيع، رو ايه تربيع تنزل زي ما هي. ده كده القانون بدلالة الكتلة والكثافة، خلاص معاها المساحة. امتى اشتغل بالقانون ده وامتى اشتغل بالقانون ده؟ تعالى الار هتساوي مين؟ رو اي في رو في ال تربيع، رو اي في رو في ال تربيع، ورو في فوليوم هيديني ايه؟ هيديني كتلة. ده كده القانون بدلالة الطول. يبقى انا كده معايا كام قانون؟ قانونين، قانون بدلالة المساحة وقانون بدلالة الايه؟ الطول. حضرتك الكلام ده لما اسمع ايه في المسألة؟ لما يديني او يقول لي عايز المقاومة، خلاص، بس بدلالة ايه؟ بدلالة كتلة. بدلالة ايه؟ كتلة. خلاص؟ تمام؟ طيب كده احنا اخدنا افكار المقاومة كلها. تعال نرتبها مرة واحدة. تعال نرتب الافكار دي مرة واحدة، يلا بينا. يبقى احنا كده بحسب مقاومة عادية، مقاومة عادية خالص، لا قال لي سحب ولا قال لي اعادة تشكيل ولا جاب سيرة الكتلة ولا جاب سيرة الكثافة. يبقى انا هقول له يا اما ار بتساوي رو اي في ال على ايه، يا اما ار بتساوي رو اي في ال على باي ار تربيع. ده لما يجيب لي نص قطر مقطع السلك، نص قطر مقطع السلك. طيب ده بالنسبة للمقاومة العادية. طب لو قال لي تم سحب أو إعادة تشكيل، سحب أو إعادة تشكيل، أو جاب لي سيرة الحجم، الفوليوم، الحجم، خلاص هشتغل بأنهي قوانين؟ هقول له والله الار بتساوي، انت قلت لي طول، يبقى ار بتساوي رو اي في ال تربيع على فوليوم. خلاص؟ لا انت قلت لي مساحه، لا هتبقى الار بتساوي رو اي في فوليوم على ايه تربيع. ده بدلاله الايه؟ ده بدلاله الحجم، او لما يجي يقول لك سحب سلك او تم اعاده تشكيل سلك. طيب حضرتك بقى بدلاله الكتله والكثافه، خلاص، بدلاله الكتله والكثافه، مديني طول ولا مديني مساحه؟ على حسب. لو انت مديني طول، هيبقى القانون بتاعي كده ار بتساوي، خلاص، رو اي في رو في ال تربيع على ام على الكتله. طب لو انت مديني مساحه، هيبقى الار بتساوي، تستخدم القانون ده. ففي فرق لما استخدم ده او استخدم ده. امتى ده؟ لما تديني كتله او كثافه ومعايا طول. وامتى ده؟ لما تديني كتله او كثافه بس معايا مساحه. يبقى هيبقى ايه؟ هيبقى رو اي في ام على ايه تربيع في رو. ايه تربيع في ايه؟ في رو. جميل. ده كده قوانين الايه؟ قوانين المقاومه. في بعض الملاحظات المهمه برضو، ان خلي بالك ان المقاومه النوعيه مقلوب حاجه اسمها التوصيليه، او التوصيليه مقلوب الايه؟ المقاومه النوعيه. يعني ايه؟ يعني الرو اي بتساوي 1 على حاجه اسمها السيجما. خلاص، 1 على ايه؟ 1 على سيجما. خلي بالك ان عوامل الرو اي او السيجما، خلاص، عوامل الرو اي او السيجما. تعالى خلينا الاول في الرو اي. ايه هي عوامل الرو اي وهي عوامل السيجما؟ خلاص، تعالى. عوامل الرو اي حاجتين، وعوامل السيجما نفس الحاجتين، نوع الماده وايه؟ ودرجه الحراره.
ودرجة الحرارة. خلاص، وهنا برضو نوع المادة ودرجة الحرارة. امال ليه يا مستر انت فصلتهم عن بعض؟ ما تقولهم لي مع بعض. قول لي ان ده المقاومة النوعية او التوصيلية الكهربائية الاثنين بيتناسبوا مع او بيتوقفوا على نوع المادة ودرجة الحرارة. ليه يا مستر ما جمعتهمش مع بعض؟ لا، ما هو افهم بقى، ما هو هنا انا بعتمد على نوع المادة في حاجة معينة اللي هي ايه؟ عدد الايونات الموجودة في المتر الواحد من السلك. ليه يا مستر؟ لان عدد الايونات كل ما زاد في المتر الواحد من السلك زادت فرص الاحتكاك، فهيزيد الايه؟ المقاومه. طيب حضرتك درجه الحراره، كل ما زادت درجه الحراره كل ما زادت سرعه الايونات او سرعه اهتزاز الايونات جوه السلك، فتزيد فرص التصادم. اذا العلاقه ما بين الرؤي ودرجه الحراره علاقه ايه؟ علاقه طرديه. علاقه ايه؟ طرديه. خلاص؟ طب درجة الحرارة بتعمل ايه؟ درجة الحرارة تعمل على بزيادة درجة الحرارة تعمل على زيادة سرعة اهتزاز الايونات، تعمل على اهتزاز سرعة الايه؟ الايونات. فكل ما هتزيد سرعة اهتزاز الايونات كل ما هتزيد فرص التصادم، كل ما هتزيد فرص الايه؟ التصادم. ولما تزيد فرص التصادم المقاومة ايه؟ تزيد. اذا بزيادة درجة الحرارة المقاومة النوعية تزداد، فالمقاومة الكهربائية كمان تزداد. خلاص؟ طيب حضرتك ليه لما درجة الحرارة زادت؟ لأن لما درجة الحرارة زادت اللي حصل سرعة اهتزاز الأيونات زادت. سرعة اهتزاز الأيونات زادت. طيب حلو. بعد كده بتناسب مع في نوع المادة. نوع المادة هنا بيتوقف على ايه؟ يعني انا مستر لو غيرت من ماده لماده ايه اللي هيحصل؟ وفره الالكترونات الحره. وفره الالكترونات الحره. يبقى هنا بعتمد على نوع الماده في ايه؟ في وفره الالكترونات الحره. خلاص؟ انما هنا بعتمد على المقاومه النوعيه في نوع الماده في ايه؟ بعتمد على عدد الايونات الموجبه الموجوده في المتر الواحد من السلك. طب ودرجه الحراره؟ لا، درجه الحراره السيجما هي مقلوب التوصيليه، او المقاومه النوعيه مقلوب التوصيليه، او التوصيليه مقلوب المقاومه. يبقى بالتالي المقاومه تتناسب مع درجه الحراره طردي، اذا التوصيليه تتناسب مع درجه الحراره عكسي. لحد هنا الدنيا تمام. طيب ده بالنسبه للكلام اللي احنا اتكلمنا فيه على المقاومه النوعيه، شرح كده بسيط. ده مش شرح، ده كده مراجعه كده بسيطه على اللي احنا اتكلمنا فيه جوه الحصه. تمام؟ تعالى بقى نبتدي الحل. يلا بينا نحل مسائل المقاومة الكهربية. أول سؤال في المقاومة الكهربية بيقول لي إذا زاد طول سلك من النحاس. النحاس ديت يعني على طول كده مقاومة نوعية ثابتة. إذا زاد طول السلك للضعف ونقصت المساحة للنص فإن المقاومة تصبح. طيب حضرتك مش انت دلوقتي ثبت لي المقاومه النوعيه؟ يبقى على جنب كده اقوم عامل ايه؟ اقوم قايل ان الار بتتناسب مع رو اي في ال على ايه؟ حلو. مين ثابت معايا؟ الرو اي. ليه؟ لان انت قلت لي سلك من النحاس، اكيد حضرتك لما انت تزود طوله او تزود مساحه مقطعه فالمقاومه النوعيه هتفضل هتفضل ثابته. جميل. يبقى انا كده اشيل، اقول له ان الار بتتناسب مع ال على ايه. يلا نشوف ايه اللي حصل للطول وايه اللي حصل للمساحه. طيب بيقول لك زاد الطول للضعف، يبقى اجي كده اقول له اقول له الطول زاد للضعف. طيب ونقصت المساحه الى النص، المساحه قلت للنص. جميل قوي. ايه اللي يحصل؟ مقام المقام يطلع بسط، تبقى 2 في 2 تبقى بكام؟ تبقى ب4. يبقى المقاومة تزداد إلى 4 أمثالها. المقاومة تزداد ل4 أمثالها. طيب السؤال اللي بعده سؤال رقم 45. عند زيادة طول موصل للضعف ونقصت مساحة مقطعه للنص فإن المقاومة النوعية لمادته. تاني، زاد طول موصل للضعف ونقصت مساحة مقطعه للنص
فإن المقاومة النوعية، المقاومة النوعية مالها؟ المقاومة النوعية خلاص بتعتمد على حاجتين، نوع مادة ودرجة الحرارة. حضرتك جبت سيرة حاجة من الاتنين دول، من نوع المادة أو درجة الحرارة؟ لا، يبقى لا تتغير، يبقى المقاومة النوعية لا تتغير. طيب 3 أسلاك نحاسية، 3 أسلاك إيه؟ نحاسية. نحاسية ديت يعني المقاومة النوعية إيه؟ نمسح بس الكلام ده. يعني المقاومة النوعية ثابتة، 3 أسلاك نحاسية يعني المقاومة النوعية إيه؟ ثابتة. خلاص؟ طيب زد وواي واكس لهم نفس مساحة المقطع، يبقى السؤال رقم 46 مساحة المقطع كمان إيه؟ ثابتة. وأطولها 1 متر، 4 متر، 2 متر على الترتيب. فإن نسبة مقاومة الأسلاك على الترتيب، عايز نسبة المقاومة؟ نسبة المقاومة، طب حضرتك ادي القانون ار تتناسب مع رو اي في ال على ايه برضو من المعطيات بتاعتي. طيب حضرتك المقاومة النوعية ثابتة ومساحة السلك ثابتة، اذا الار تتناسب مع ال. اذا نسب الاطوال هي نسب مين؟ نسب المقاومات. يبقى نسبة المقاومة 1 إلى 4 إلى 2، 1 إلى 4 إلى 2. ليه يا باشا؟ عشان المقاومة تتناسب مع الطول تناسب ايه؟ طردي. طيب يبقى بما ان المقاومة تتناسب مع الطول تناسب، اذا نسب الاطوال هي نسب المقاومات، تبقى الاجابة ايه؟ تبقى الاجابة الف. جميل. 3 اسلاك، الله جميل قوي السؤال ده، حلو قوي قوي السؤال ده. طيب بيقول لك ايه؟ 3 اسلاك متماثله اكس وواي، اكس وواي وزد. خلاص؟ 3 اسلاك متماثله اكس وواي وايه؟ وزد. يتصل كل منهما بفرق جهد ثابت. خلاص؟ يتصل منهم كل منهما بفرق جهد في. طب يبقى انت كده ثبتت لي مين؟ ثبتت لي فرق الجهد. طيب عند درجات حراره تي 3 وتي 2 وتي 1، اذا ده كده درجه حراره اكس، وده كده درجه حراره واي بالترتيب، وده كده درجه حراره ايه؟ زد. الدرجات الحراره بتاعتي ايه؟ 3 تي و2 تي و1 تي، 3 تي و2 تي و1 تي على الترتيب لفتره زمنيه. فاي من هذه الاسلاك تتصادم الالكترونات الحره مع ذرتها بمعدل اكبر. أنا لسه قايل إن كل ما رفعت درجة الحرارة كل ما زادت سرعة اصطدام الأيونات ببعضها البعض، أو كل ما زادت سرعة اهتزازة الأيونات الموجبة. يبقى أنت هنا السؤال رقم 1 خلاص أنت عايز التصادمات مع الإلكترونات الحرة، مين الإلكترونات اللي هتتصادم بمعدل أكبر؟ أنا عارف إن العلاقة بين درجة الحرارة وسرعة تصادم سرعة التصادم مع الإلكترونات علاقة طردية. مين درجة حرارته أكبر؟ إكس. إذا إكس هو اللي هيكون عنده معدل تصادم أكبر مع الإلكترونات. يمر به تيار كهربي له شدة أكبر. وقف بقى لحد هنا. أنت مش ثبت فرق الجهد؟ هو مش الآر بتساوي في على آي من قانون أوم؟ وأنت ثبت مين؟ ثبت فرق الجهد. إذا في علاقة بين آر وبين آي، علاقة إيه؟ عكسية. علاقة ايه؟ عكسية. حبيبي انت عايز ايه؟ له شدة تيار اكبر، عايز تيار كبير، عايز تيار ايه؟ كبير، يبقى عايز مقاومة ايه؟ قليلة. عايز تيار كبير يبقى عايز مقاومة قليلة. طب هقول له هنا ايه؟ والله حضرتك ار تتناسب مع الرؤي، والرؤي تتناسب مع درجة الحرارة تناسب طردي. اذا اقل درجة حرارة هي اقل مقاومة نوعية، هي اقل مقاومة كهربية. وانا عايز اقل مقاومه ليه؟ عشان عايز اكبر تيار زي ما انت قلت لي. طب مين اقل تيار؟ هيكون السلك زد. ليه؟ لان درجه حرارته هنا بتي، يبقى الاجابه هتكون زد. الاجابه هتكون زد. يلا نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لك في الدائره الكهربائيه المقابله بتحريك زالق الريوستات من موضعه. ده الزالق اهو. بس تعالى الاول قبل ما نتكلم تعالى نشوف في الشكل بتاعي التيار طالع منين؟ التيار طالع من القطب الموجب اهو. ده كده التيار اهو. خلاص؟ ماشي ماشي ماشي. خلاص؟ اهو ماشي داخل في السلك ده، داخل في السلك ده، وبعد كده نزل. هيمشي فين؟ هيمشي في المقاومة دي، وبعد كده يطلع يروح للقطب الايه؟ يروح للقطب السالب. تاني يلا نشوف الاول اتجاه التيار. التيار طالع
دخل من عند النقطة ايه، مشى مشى مشى، وبعد كده نزل مشى في الحتة دي. طب ليه يا مستر ما مشاش في الحتة دي؟ عشان الحتة ديت معرضة للهواء، فكده هتبقى دايرة مفتوحة مش مغلقة، فهينزل يمشي في الحتة اللي تحت دي خلاص، وبعد كده يمشي يرجع تاني للقطب الايه، السالب. حلو قوي. هو بيقول لي لما حضرتك يحط الزالق ده او يقربه من النقطة ايه، من النقطة بي. تعالى كده نشوف فين النقطة بي. لما يحركه من النقطة بي، يعني انا دلوقتي هجيب الزالق ده هجيبه هنا عند النقطة بي خلاص، يبقى كأني مش شايفه هنا، يبقى كده الزالق مش موجود هنا. طيب تعال نشوف ايه اللي هيحصل. حضرتك بالنسبة لطول السلك الريوستات المار فيه التيار، هو هنا حضرتك ده كده طول سلك الريوستات اهو، ده كده طول سلك الريوستات اهو كله اهو خلاص. يلا نشوف التيار. التيار هيمشي هنا اهو، يخش عند النقطة ايه، بعد كده يمشي هو خلاص ما بقاش موجود في الحتة دي، يمشي وبعد كده لقى الزالق هنا هينزل، وبعد كده يطلع على طول ويطلع من الدايرة كده. حضرتك الحتة دي مر فيها تيار؟ لا. يبقى كده طول سلك الريوستات المر فيه التيار يقل ولا يزيد؟ لا طبعا قل. طب شدة التيار، ما حضرتك انت قللت المقاومة خالص، يبقى اكيد شدة التيار في علاقة ما بين الار وما بين الاي، علاقة عكسية. بما ان المقاومة اللي انت غيرتها دي حصل فيها ايه، قلت، اذا شدة التيار هتزيد. يبقى العلاقة او الاجابة ج، طول السلك بيقل وشدة التيار بتزيد خلاص. طيب السؤال اللي بعده، اي من الاشكال، سؤال رقم 49، اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين المقاومه لعده اسلاك من النحاس خلاص لعده اسلاك من النحاس لهما نفس الطول ونفس المساحه ومساحه المقطع. يبقى انا هنا انت عايز علاقه بين مين ومين؟ بين المقاومه وبين المساحه، عايز علاقه بين المقاومه وبين المساحه خلاص. طيب واسلاك من النحاس، يبقى انت كده مثبت المقاومه النوعيه كده ايه، ثابته، ولهما نفس الطول، ومثبت كمان الايه، الطول. تعال اكتب القانون كده، ار بتساوي رو اي في ال على ايه، ار بتساوي رو اي في ال على ايه. بما ان الطول ثابت والمقاومه النوعيه ثابته، اذا العلاقه بين المقاومه ومساحه المقطع في علاقه ايه، في علاقه عكسيه. طب والعلاقه دي علاقه عكسيه ايه؟ العلاقه دي علاقه عكسيه كسريه، علاقه عكسيه كسريه. يبقى الاجابه الف ولا ب ولا ج ولا د؟ دي عكسيه تناقصيه، اللي خد معايا التاسيس خلاص، دي عكسيه تناقصيه، بينما دي عكسيه ايه، عكسيه كسريه، تبقى الاجابه د. السؤال ده جامد قوي، حلو. بيقول لك مجموعه من الاسلاك لها نفس الطول ثابت، ال ثابته، بعضها من معدن اكس، بعضها من المعدن اكس، والبعض الاخر من المعدن واي. يبقى انا كده عندي اختلاف في التوصيليه الكهربائيه والمقاومه النوعيه. ليه؟ لان انا جايب سلكين، واحد من معدن والتاني من معدن تاني. حلو. والشكل البياني المقابل يمثل العلاقه بين ار اللي هي المقاومه الكهربائيه ومربع نص القطر. ادي حضرتك، ادي الار بتساوي ال على سيجما في باي ار تربيع. انا عايز السيجما لوحدها في طرف، هطلع السيجما فوق وانزل الار ايه تحت، يبقى السيجما هتساوي ال على ار خلاص في باي ار تربيع. حلو. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا ثبت الار خلاص، وخدت قيمه للار واي عشان ده السلك البرتقاني، وخدت قيمه للار اكس. فهقول له ايه كده حضرتك؟ هقول له بما ان الطول ثابت، فين الطول ثابت؟ انت قايل ان الطول ثابت خلاص، واحنا ثبتنا نص القطر، لقينا ان الار اكس اكبر من ار واي، واي. طب والعلاقه ما بين ار وسيجما علاقه ايه؟ بسط مقام، علاقه عكسيه. اذا سيجما اكس اقل من سيجما واي، وتبقى الاجابه ب. لحد هنا في مشكله؟ مفيش مشكله. طيب السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ايه؟ الشكل المقابل
الشكل المقابل يوضح موصل المقاومة النوعية لمادته رو اي. المقاومة النوعية لمادته رو اي. ومعايا مساحتين مقطع، مساحة بايه ومساحة باتنين ايه. حلو. حضرتك دلوقتي لما هتجيب لي المقاومة، هي المقاومة بتساوي ايه؟ رو اي في ال على ايه، صح كده؟ طيب الرو اي ومعانا والال وده طول السلك. طب والمساحة هل هي بايه؟ لا، ده الجزء ده بايه والجزء ده بايه؟ باتنين ايه. اذا المساحة اكبر من ايه؟ اذا المساحة بتاعتي، مساحة السلك اكبر من ايه؟ خلاص؟ واقل، يعني ادي المساحة اهي اكبر من ايه واقل من 2 ايه. تمام؟ يعني هي في المتوسط ما بينهم، يعني هي مثلا لو اخدنا متوسط هتبقى 1.5 ايه. طيب يبقى بما ان المساحة كبيرة، اذا المقاومة دي اصغر من رو اي في ال على ايه. يبقى المقاومة دي اصغر من رو اي في ال على ايه. يبقى لا تساوي رو اي في ال على ايه، وما بتساويش رو اي في ال على 2 ايه. طيب هي اكبر ولا اقل؟ لا هي اقل. ليه حضرتك؟ عشان العلاقة ما بين المقاومة والمساحة في علاقة ايه؟ عكسية. مساحة السلك ده ايه؟ لا هي اكبر من ايه، اذا المقاومة اقل من رو اي في ال على ايه. خلاص؟ طيب السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ بيقول لي اذا علمت ان المقاومة النوعية من النحاس، المقاومة النوعية للنحاس 1.8 في 10 أس سالب 8 أوم في متر، فإن مقاومة موصل من النحاس طوله 1 متر، قطره 1 متر، قطر مقطعه 1 متر بتساوي 1. لا طبعا أنا عارف إن المقاومة النوعية أهي، القانون بتاعها أهو على جنب، أدي ار بتساوي رو اي في ال على ايه. طيب أنا عايز الرو اي لوحدها في طرف، وسطين في طرفين، اللي في وش بعض مضروبين في بعض، يبقى الرو اي بتساوي اللي في وش بعض مضروبين في بعض ار في ايه، واللي جنبيها مقسوم عليهم على ال. حلو. طيب يبقى اقدر اقول ان اذا علمت ان المقاومه نوعيه قد كده، يبقى اقول له ايه؟ ان طول سلك طوله 1 متر، طوله 1 متر، مساحته لا انت اعطيني قطر مقطعه، يبقى دي غلط. طوله سلك من النحاس طوله 1 متر، صح، ومساحه مقطعه 1 متر مربع، صح، والمقاومة بتاعته 1.8 في 10 أس سالب 8 أوم، صح. ليه؟ هتضرب 1.8 في 1 على 1 هيديك الايه؟ ان المقاومة النوعية ب1.8 في 10 أس سالب 8. مفيش غير الإجابة ايه؟ غير الإجابة ب. أو أنت حضرتك في الآلة تقوم كاتب أنت مديني هنا طول بواحد ومساحة بواحد ومقاومة ب1.8، أعوض في القانون بتاعي الار ب1.8 في 10 أس سالب 8، المساحة بواحد، الطول بواحد، أضربهم يطلع 1.8 في 10 أس سالب 8 اللي هي المقاومة النوعية بتاعتي. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده، إذا علمت أن المقاومة النوعية للنحاس ده كده الرو اي، خلاص، فإن في أي من الأسلاك التالية يمثل سلك النحاس الذي مساحة مقطعه 10 ملم مربع. أنت هنا كده مديني مساحة ومديني إيه؟ ومديني مقاومة نوعية، بس خلي بالك المساحة عندك فيها مشكلة، إن المساحة بتاعتك هتساوي 10 ملم، يعني 10 في 10 أس سالب 6. برافو عليك. ليه؟ لأن أنت ما بتشتغلش بالمليمتر المربع، أنت بتشتغل بالمتر المربع. خلاص؟ تعال أفهمك جت إزاي برضه، أفكرك. إحنا اتفقنا أي وحدة مربعة أدي المليمتر مربع، عايز أحولها للمتر مربع، أعمل إيه؟ والله الملي بيكافئ 10 أس سالب 3، بس هنا الوحدة مربعة، ربع أس الأس اضرب من غير ما تبص، يعني هتضرب في 10 أس سالب إيه؟ أس سالب 6. يبقى عشان تحول من وحدة المليمتر مربع للمتر مربع تضرب في 10 أس سالب 6، احفظها. طيب يبقى انا كده معايا المساحة ومعايا المقاومة النوعية بتاعتي اللي هي بتساوي 1.8 في 10 أس سالب 8 أوم في متر. طيب اعمل ايه؟ والله حضرتك جرب، انت مديني هنا ال ومديني هنا ار، اجرب، مديني ال ومديني ار، ابتدي ان انا اجرب في اول واحدة مثلا، هقول له واللي تطلع معايا صح يبقى هي ديت اللي هختارها اول واحده. فمديني مثلا اللي هتطلع معايا الار، يبقى هي دي الصح. الطول معايا ب 10 متر
والمساحة معايا ب10 في 10 أس ب6 والمقاومة 1.8 يبقى 1.8 في 10 أس -8 في الطول بتاعي ب10 على المساحة بتاعتي اللي هي 10 في 10 أس ب6 10 في 10 أس -6 يطلع معايا الناتج 18 من 1000. يطلع معايا الناتج 18 من 1000 اوم. يبقى دي غلط. طب تعالى نجرب اللي بعديها. يبقى هي دي اللي صح. ليه؟ لان انا لما هعوض عن الطول ب10 والمساحه ب10 في 10 اس -6 والمقاومه النوعيه ب1.8 في 10 اس -8 هيطلع معايا المقاومه ب 18 من 1000 اوم. ب 18 من 1000 اوم تبقى الاجابه ب هي اللي صح. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده يلا بينا عشان نشتغل على مسائل النسب. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك سلكان احدهما من النحاس والاخر من الحديد. مقاومه نوعيه كده ايه؟ مش ثابته. طيب لهما نفس المقاومه والطول. الله، ده انت كده ثبت لي مين؟ انت كده ثبت لي الار وثبت لي كمان الطول ال. حلو. يبقى ال والار في المساله رقم 54 ثابته. حلو. كمل. فإن النسبة بين نصي قطر عايز نص قطر. بص يا قلبي، عشان برضو نشتغل في مسائل النسب صح نعمل ايه؟ أول حاجة هنكتب القانون. القانون بتاع مين؟ القانون بتاع النسبة. طب ايه اللي يربط لي بين الار والال ونص القطر؟ خلاص هقوم قايل له كده والله ار بتساوي رو اي في ال على باي ار تربيع على باي ار ايه؟ تربيع. حلو قوي. حضرتك وانت عايز هنا مقاومه نوعيه. حلو. طب انا عايز مين؟ نسبه ار حديد. ار حديد على ار نحاس. صح؟ دي النسبه اللي انت عايزها. يبقى لازم تجيب لي قانون للار. يبقى اي نسبه يطلبها منك جيب لي القانون بتاعها. طيب من المعطيات بتاعت المساله عرفت ان الار موجوده في القانون ده. او عامل ايه؟ جايبها في طرف لوحده. ادي الار تطلع فوق، ادي المقاومه تنزل تحت. يبقى قانون الار بتاعي، قانون الار بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ قانون الار ادي الار هتساوي، خلاص يلا دي ار تربيع عشان انا طلعت الار تربيع كلها، رو اي في ال على باي في ار. رو اي في ال على باي في ايه؟ في ار. كده الار بقت في طرف لوحدها؟ لا، دي كده ار تربيع. يبقى اخد الجذر للطرفين، اخد الجذر للطرفين. جذر راح مع التربيع، اذا الار بتساوي الجذر التربيعي لرو اي في ال على باي في ار. على باي في ايه؟ في ار. حلو قوي. طب مين ثابت؟ ما انا لسه قايل لك يا قلبي ان اللي ثابت معايا هو طول السلك والمقاومه، وكده كده الباي ثابته. اذا هنا العلاقه ما بين مين ومين؟ ركز لي كده، ركز لي. العلاقه هنا بين مين ومين؟ بين الجذر التربيعي للرؤي وبين الار. اذا هنا الار تتناسب طرديا مع الجذر التربيعي للرؤي. تتناسب طرديا مع الجذر التربيعي للرؤي. يبقى هنا الار بتساوي الجذر التربيعي ار حديد على ار نحاس، تبقى رؤي حديد على رؤي نحاس. خلاص هتبقى الاجابه د. جذر تربيعي لرؤي حديد على رؤي نحاس. صعبه؟ مفيهاش حاجه. انا دلوقتي عايز نسبه، اعمل ايه؟ والله حضرتك من الاول تاني اهو، من الاول تاني. انا عايز نسبه ار نص القطر. طب انا معايا القانون اهو، ار بتساوي رؤي في ال على باي ار تربيع. حلو. اي نسبه لازم تروح تجيب لي القانون بتاعها. نزل المقاومه تحت، طلع الار تربيع فوق. تبقى الاجابه عامله ازاي؟ تبقى الار تربيع بتساوي رؤي في ال على باي في ار اللي هي المقاومه. خد الجذر عشان تضيع التربيع، تبقى الار بتاعتك بتساوي الجذر التربيعي لرؤي في ال على باي في ار. كده كده الطول ثابت، المقاومه ثابته والباي ثابته، اذا الار تتناسب طرديا مع الجذر التربيعي للرؤي. انت عايز ار حديد على ار نحاس، اذا هتساوي، مش انها بتتناسب طرديا مع الرؤي، مع الجذر التربيعي للرؤي، يبقى رؤي حديد على رؤي نحاس. خلاص تمام. يلا بينا السؤال اللي بعده. تبقى الاجابه هنا د. اي من الاشكال البيانيه التاليه يمثل العلاقه بين المقاومه النوعيه الرؤي
لمجموعه من الاسلاك من مواد مختلفه والتوصيليه الكهربيه. ايه العلاقه بين المقاومه النوعيه والتوصيليه الكهربيه؟ والله حضرتك الرو اي بتساوي 1 على سيجما. اذا العلاقه بين الرو اي والسيجما علاقه ايه؟ علاقه عكسيه كسريه. تبقى الاجابه ايه؟ تبقى الاجابه الف. طيب اي الاشكال البيانيه التاليه سؤال رقم 56 يعبر عن العلاقه بين التوصيليه الكهربائيه ومساحه المقطع. التوصيليه الكهربيه بتعتمد على مين؟ نوع الماده ودرجه الحراره. التوصيليه الكهربيه بتعتمد على مين؟ نوع الماده ودرجه الحراره. ما بتعتمدش على مساحه، ما بتعتمدش على طول، ما بتعتمدش على مقاومه، سواء هي او المقاومه النوعيه. المقاومه النوعيه التوصيليه الكهربيه الاثنين بيعتمدوا على نوع الماده ودرجه الحراره. تبقى الاجابه مفيش علاقه، تبقى الاجابه د. السؤال اللي بعده، يلا السؤال رقم 57. موصل طوله ده كده طول الموصل، ومساحة مقطعه ده كده مساحة المقطع، ده كده اعطيني الطول بالسنتي ومساحة المقطع بالمليمتر، ومقاومته 1 اوم. طب على جنب كده ادي كده الطول بيساوي 106 و3 من 10 بالسنتي يعني اضرب في 10 والسالب 2 عشان اخليه يلا بينا. الار بتساوي 1 اوم في كتبش. الايه بتساوي 1 في 10 والسالب 6 أس سالب 6 على الطول اللي هو 106 و3 من 10 في 10 أس سالب 2 في 10 أس سالب 2. تطلع معايا المقاومة النوعية بالرقم ده 9.41. تطلع المقاومة النوعية ب9 و41 في 10 أس سالب ايه؟ في 10 أس سالب 7. طيب على طول بقى يا جماعه عشان المساله ديت ما فيهاش حاجه يعني، فالتوصيليه الكهربيه بتاعتي هتساوي كام؟ ما هي مقلوب التوصيليه، مقلوب المقاومه، يبقى 1 على 9 4 1 في 10 أس سالب ايه؟ في 10 أس سالب 7. او هعمل كده 1 على أنس. تطلع معايا الاجابه لا 1 على 9 علامة 4 1 في 10 أس سالب 7. يطلع معايا الرقم ب1.62 من 1000 في 10 أس 6. يبقى الإجابة هتبقى د. هيطلع الإجابة 1 علامة 62 من 1000 في 10 أس 6 اوم سالب 1. خلي بالك الوحده هنا اوم سالب 1 متر سالب 1، واللي فوق الوحده بتاعت المقاومه النوعيه اوم في متر. طيب لحد هنا مفيش حاجه. السؤال اللي بعده نمسح. السؤال اللي بعده سلك من الحديد طوله 3. السؤال رقم 58. سلك من الحديد ده الطول بتاعه ده كده ال ده كده الطول بتاعه، ونص قطر مقطعه ده كده الار. وصل ببطاريه فكان فرق الجهد بين طرفيه 5 فولت، يبقى ده كده الفي. فاذا علمت ان المقاومه النوعيه ده كده الرو اي، فان شده التيار المر في السلك. عايز الاي. لا اصبر لي كده بقى واحده واحده عشان السؤال ده ايه؟ رابط جديد بقديم. طيب مبدئيا انت معاك الرو اي ومعاك نص القطر ومعاك الطول، تعرف تجيب لي ايه؟ تعرف تجيب لي مقاومه. والله كده الار بتساوي الرو اي في ال على باي ار تربيع. الله ينور عليك، لان انت مديني هنا نص قطر مش مديني مساحه. طيب تعالى نعوض. تبقى الار بتاعتك بكام؟ والله الرو اي ب 10 اس سالب 7، والطول بتاعي ب 3 و14 متر. خلاص على باي في نص القطر بتاعك اللي هو نص ملي يعني نص في 10 اس سالب 3. بس خلي بالك الكل تربيع. تطلع معايا المقاومه بتاعتك بكام؟ هذا اهو 10 اس سالب 7 في 3.14 على الباي اللي هي برضو 3.14 في نص في 10 أس سالب 3.
خلاص الكل ايه؟ الكل تربيع، يطلع معايا المقاومة بتاعتي ب4/10 اوم. 4/10 ايه؟ اوم. جميل قوي. جبت كده المقاومة؟ جبت المقاومة. طيب هروح اعمل ايه؟ هروح اشتغل واجيب شدة التيار، لان انت عايز شدة التيار. والله حضرتك اي بتساوي من القانون بتاعي في على ار، من القانون بتاع الحصة اللي فاتت اي بتساوي في على ار. طيب حضرتك انا معايا المقاومة ومعايا فرق الجهد بكام فرق الجهد؟ اهو عطولي ب5، يبقى هقسم كام على كام؟ هقسم 5 على 4/10، تطلع معايا 5 على 4/10، تطلع معايا 12.5 امبير. 12.5 امبير. تمام؟ طيب السؤال اللي بعده، عايزين بس نمسح. السؤال اللي بعده هنا مديني مقاومة هنا كده الشكل ده، مديني فيه 4 اشكال، وعايز هنا يعمل عملية مقارنة بين ال4 اشكال. فانت تعمل ايه؟ الاشكال التالية توضح 4 موصلات معدنية لهما نفس المساحة، الله المساحة ثابتة، ومسجل اسفل كل شكل التوصيلية الكهربية. يبقى انت هنا عطيني في المعطيات التوصيلية والطول غير التوصيلية كمان الطول، اي من الموصلات له اكبر مقاومة. عايز اكبر ار، عايز اكبر ايه؟ ار. طب ما تجيب لي قانون الار. ادي الار بتساوي رو ايه. تبقى عبيط، حط بقى مفيش رو ايه هنا، انت اعطيك سيجما. خلاص يبقى تحت فوق ال. طيب و على ايه؟ يبقى ال على سيجما في ايه؟ تمام؟ مين اللي مش عارف السيجما جت منين؟ حضرتك اكتب القانون عادي. ار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ هنا المعطيات بتاعتك ايه؟ هنا المعطيات بتاعتك هنا ايه؟ ال وسيجما وايه؟ طول ومساحه وتوصيليه. يبقى هو مش محتاج المقاومه النوعيه. يبقى حضرتك هتعمل ايه؟ امسح كده حضرتك المقاومه النوعيه واكتب مكانها التوصيليه الكهربائيه تحت. اهو سيجما. حلو قوي. مين ثابت؟ الايه؟ اللي ثابت عندك هنا ليه؟ اذا العلاقه بين ار وال وسيجما بس، عشان الايه ثابت. اذا الار تتناسب مع ال على سيجما. يلا هنحط كده هنا ال. يبقى اذا نسبه ار هي ال على مين؟ ال على سيجما. يلا بينا. كم اللايه؟ واحده. كم سيجمايه؟ واحده على واحد تديني كم ار؟ تديني 1 ار. طيب كم اللايه؟ 2. كم سيجمايه؟ 2 راحت مع الاتنين يبقى تديني برضو 1 ار. تعالى هنا كم اللايه؟ واحده. كم سيجمايه؟ 2 يبقى تديني نص ار. يلا كم اللايه؟ 2. وركز بالله عليك كم سيجمايه؟ والله دي سيجما على الاتنين. مقام المقام يطلع بسط، يبقى 2 في 2 تديني كام؟ تديني 4 ار. تديني كام؟ 4 ار. اذا هنا بار، هنا بار، هنا بنص ار، وهنا ب4 ار. انت عايز اكبر مقاومه؟ طبعا هتكون 4 ار. هتبقى الاجابه ايه؟ هتبقى الاجابه د. يلا بينا على السؤال الثاني. نمسح بس. السؤال الثاني بيقول، طبعا زي ما انت عارف انت معاك كراسه ومعاك الكتاب، وانت حل بالطريقه بتاعتي. معاك ادي الكتاب اهو وادي الكراسه اهي. خلاص بحل، بكتب المعطيات هنا. خلاص بشوف مثلا لو معايا ملحوظه هعمل قانون جديد، مش عارف ايه الكلام ده كله في الكراسه بتاعتي. خلاص وبعد كده بحل فين؟ وبقرا السؤال من الكتاب. طيب يلا بينا. السؤال اللي بعديه بيقول سلك طوله 200 متر. سلك الطول بتاعه بتساوي 200 متر. طيب حلو، ده كده ال. والمقاومه النوعيه لمادته، يبقى ده كده الرو اي اهو. يبقى الرو اي بتساوي 3 و14 في 10 أس سالب 7 خلاص اوم في متر. جميل. يمر خلال مقطعه 2 في 10 أس 19 الكترون. يبقى عدد الالكترونات اللي بتمر فيه
2 في 10 أس 19 إلكترون. خلال ثانية واحدة الزمن بتاعي بواحد ثانية. كل كلمة وكل تفصيلة بكتبها، يبقى ده كده الزمن وده كده عدد الإلكترونات. عند توصيله بمصدر فرق الجهد بتاعه، فرق الجهد بتاعي ب 64 فولت. طيب فهنا نص قطر مقطع السلك. عايز الأور، هقوم عامل ايه؟ تعالى اقول لك، يلا بينا نحله. يلا بينا واحدة واحدة. انت عايز الأور صح؟ تمام. طب اعمل ايه عشان اجيب الأور؟ نص القطر. اكتب قانون الأور. والله حضرتك احنا لسه كاتبينه من شويه. يبقى ار بتساوي الجذر التربيعي خلاص لرو اي في ال على باي في ار، في ار مقاومه. تاني جبته منين طب يا مستر؟ تعالى اقول لك تاني. بص انت دلوقتي عايز الار، يبقى تقول لي نص القطر، يعني عايز رو اي في ال على باي ار تربيع. حلو. طيب انا دلوقتي عايز نص القطر، جيب لي قانون لنص القطر. يبقى الار بتساوي الجذر التربيعي لرو اي في ال على باي في ار بتاعت المقاومه. حضرتك نزلت الار تحت ونزلت طلعت الار سمول فوق، وخدت الجذر التربيعي للايه؟ للطرفين. فاصبح ان الار بتساوي الجذر التربيعي في رو اي في ال على باي في ار. طيب هل انا معايا الرو اي؟ معايا. هل انا معايا طول السلك؟ معايا. الباي معايا. المقاومه لا مش معايا. فانا كده لازم اروح اجيب مين؟ المقاومه. طب اجيبها من انهي قانون؟ ما انت عاطيني فرق جهد بس مش عاطيني شده تيار، اروح اجيب شده التيار. انت مش عاطيني شده التيار، اروح اجيب شده اي بتساوي ان في اي على ايه؟ على تي. يلا بينا. والله حضرتك انت معاك عدد الكترونات مقدارها 2 في 10 أس 19 في شحنة الإلكترون 1.6 في 10 أس سالب 1.6 في 10 أس سالب 19 خلاص، على الزمن اللي هو كام؟ 1 ثانية. تطلع معايا 3.2 أمبير. إذا شدة التيار ب 3.2 أمبير. جميل. طيب بعد كده معايا فرق الجهد ومعايا شدة التيار. فرق الجهد بكام؟ فرق الجهد ب 64 وشدة التيار 3.2، يبقى 64 على 3.2، يطلع معايا المقاومة بكام؟ تطلع معايا المقاومة ب 20 اوم. تطلع معايا المقاومة ب 20 اوم. طيب يلا بينا ناخد، يبقى احنا كده جبنا مين؟ جبنا الار. تعالى بقى ناخد نص القطر، هيطلع نعوض بقى باللي احنا جبناه. اول حاجه حضرتك احنا رحنا جبنا شده التيار من قانون ان في على تي. بعد كده رحنا عوضنا هنا، قسمنا فرق الجهد على شده التيار، عطانا المقاومه. بعد كده هنروح نعوض فين؟ هنروح نعوض هنا عشان نجيب نص القطر. الرو اي المقاومه النوعيه 3.14 في 10 اس سالب 7 في طول السلك اللي هو ب 200 متر على الباي في الار المقاومه اللي انت جبتها اللي هي بكام؟ ب 20. يبقى انا خدها تطلع معايا الجذر التربيعي ل 3.14 في 10 أس سالب 7 في 200 على باي اللي هو 3.14 برضه في 20. ناخد الجذر يطلع معايا 1 من 1000، يعني 10 أس سالب 3 متر. 1 من 1000 هيطلع معاك كده على الآلة 1 من 1000 متر، يعني 1 في 10 أس سالب 3 أو 10 أس سالب 3 متر. جميل قوي. لحد هنا في حاجة؟ الدنيا كده ماشية تمام قوي. طيب يلا بينا. ما عرفناش نكبرها مش مهم. تتصل محطة لتوليد الكهرباء بمصنع يبعد عنها مسافة 2.5 كيلو متر. يبقى ادي مصنع، ادي المحطة، وادي الايه؟ ادي المصنع.
خلاص؟ طيب بتبعد المسافة ما بينهم وما بين بعض، هو احنا بنوصل بسلك واحد ولا بسلكين يا جماعة؟ عشان الدايرة تبقى مغلقة. خلاص؟ لازم نوصل بسلكين، يبقى 202.5 كيلو، واحنا ما بنشتغلش بالكيلو متر. احنا اتفقنا الكيلو عشان نضربه يعني نحوله هنضرب في 10 أس 3، يعني 2.5 يعني 2500 متر رايح و2500 متر ايه؟ متر جاي، يبقى 2500 رايح و2500 ايه؟ جاي. لان انا بشتغل بالمتر. اذا طول السلك من المحطه، طول الاسلاك اللي متوصله من المحطه للمصنع 2500 رايح 2500 جاي، يبقى طول السلك ده بكام؟ ب 5000 متر. 5000 ايه؟ متر. ماشي، بسلكين. هو قال لك كمان اهو بسلكين، يعني سلك 2.5 كيلو و2.5 كيلو. فاذا كان فرق الجهد بين نهايتي السلك عند المحطة ب 240 فولت، يبقى هنا في 240 فولت. طيب وفرق الجهد بين نهايتي السلك عند المصنع، يبقى الحتة دي عندها فرق جهد ب 220 فولت. جميل. وكان المصنع يستخدم التيار اللي كان ماشي هنا ب 80 امبير. 80 ايه؟ امبير. جميل قوي. طيب انت عايز ايه؟ عايز مقاومة المتر الواحد. عايز مين؟ عايز مقاومة المتر الواحد من السلك. طيب حضرتك الار بتساوي ايه؟ بتساوي في على اي. المقاومة الكلية بتساوي في على اي. فالفي معاك؟ والله حضرتك لا مش معايا، بس معايا الجهد هنا عند المصنع ب 220 والجهد عند المحطة ب 240. يبقى حضرتك حصل هبوط في الجهد، حصل فرق في الجهد من 240 ل 220. قد ايه؟ اطرح الجهد الاعلى ناقص الجهد الاقل. اطرح الجهد الاعلى ناقص الجهد الاقل، يبقى الهبوط في الجهد هيساوي 240 ناقص 220، يعني يطلع معايا الهبوط في الجهد ب 20 فولت. يبقى فرق الجهد ب 20 فولت. وشدة التيار بكام؟ ب 8 امبير، ب 80 امبير، سوري 80 امبير. يبقى شدة التيار، يبقى فرق الجهد على شدة التيار تطلع معايا المقاومة بكام؟ وعلى الواحد في الاربعة تطلع معايا بربع، تطلع معايا بربع ايه؟ بربع اوم. بربع ايه؟ اوم. هي دي مقاومة كلية؟ هو انا عايز مقاومة المتر الواحد. هي المقاومة الكلية بتاعت الاسلاك بكام؟ بربع اوم. وانت معاك كام متر من الاسلاك؟ ده انا معايا حضرتك 5000 اوم. اذا مقاومة المتر الواحد بتساوي المقاومة الكلية، خلاص، على مين؟ على طول الاسلاك. على طول الايه؟ الاسلاك. المقاومة الكلية بربع اللي هو 25 من 100، خلاص، اللي هي الربع يعني، على طول الاسلاك اللي هم كام؟ 5000 متر. 5000 متر. اقسم ربع على 5000 يطلع معايا 5 من 10000 او 5 في 10 أس 5. يبقى مقاومة المتر الواحد، مقاومة المتر الواحد هتبقى 5 في 10 أس -5 اوم لكل متر. اوم لكل متر، وتبقى الإجابة ألف. طيب عايز نص قطر السلك. احنا لسه قايلين اذا علمت ان المقاومه النوعيه لمادته بقد كده. طب ما حضرتك، ما احنا لسه جايبين قانون نص القطر بقى، مش هنكتبه تاني. يبقى الجذر التربيعي لمين؟ لرو اي في ال، خلاص، على باي في ار. رو اي في ال على باي في ار. طب انا معايا المقاومه النوعيه، المقاومه النوعيه بتاعتك بكام؟ هو عطاها لك اهي دي الرو اي، خلاص. ومعايا طول السلك، طول الاسلاك كلها بكام؟ ب 5000 متر. طول الاسلاك كلها ب 5000 متر. جميل. يبقى اقول له كده ايه؟ المقاومه النوعيه اللي هو 1 علامه 5 7، خلاص، في 10 أس -8، تمام، مضروبه في طول الاسلاك اللي هي ب 5000 متر على الباي اللي هي 3 و14 في المقاومه اللي طلعت معايا اللي هي بكام؟ بربع اوم. تمام. يطلع معايا الناتج 1 من 100 متر. يطلع معايا الناتج كام؟ 1 من 100 متر. يبقى انا عوضت في القانون ده. معايا الرو اي اهي، ومعايا الطول اهو 5000 متر، ومعايا المقاومه اللي انا جبتها اللي هي بربع اوم. خلاص، دي كده المقاومه، دي كده مقاومه المتر الواحد، دي كده المقاومه، دي مقاومه المتر الواحد. ومعايا الباي، عرفت اجيب نص القطر بكام؟ بواحد من 100 متر. طيب بعد كده
سؤال رقم 62. سؤال رقم 62. لديك 4 أسلاك من نفس المادة. من نفس المادة، يبقى الرؤي ثابت. مختلفة في الطول والسمك. مختلفة في الطول والسمك. تم توصيل كل منهما على حدة مع بطارية، مع نفس البطارية وأميتر. فإن الأميتر التي لا تكون له أكبر قراءة في حالة أنهي سلك؟ هو هنا عايز أكبر قراءة أميتر. هو الأميتر هنا بيقرأ إيه؟ بيقرأ تيار. هو عايز أكبر تيار، يبقى عايز أقل مقاومة. يبقى عايز أقل إيه؟ مقاومة. طب والآر هي مالها بالسلك؟ الآر بتتناسب مع ال على إيه؟ الآر بتتناسب مع ال على إيه؟ طيب معنى كده حضرتك أنت عايز أقل مقاومة، يبقى أقل طول وأكبر مساحة. تاني، أنت عايز أقل مقاومة، يبقى أقل طول، لأن المقاومة مع الطول تناسب طردي، وأكبر مساحة. حلو. أقل طول يبقى أنا مش عايز طويل، مش عايز طويل، عايز قصير أو قصير. طيب والمساحة أنا عايز أكبر مساحة، يبقى يكون قصير وسميك. قصير يبقى السلك يكون قصير وإيه؟ وسميك، عشان يكون لي أقل مقاومة فيديني أكبر قراءة في شدة التيار. السؤال اللي بعده، شكل المقابل يمثل أطوال ومساحات مقطع 4 أسلاك مصنوعة من نفس المادة. بس شكرا. مقاومة نوعية ثابتة. كلمة نفس المادة يبقى الرؤي ثابت. حلو. فإذا وصل كل منها بنفس فرق الجهد. حلو. مصلحة. أول ما أسمع إن فرق الجهد ثابت أعرف على طول إن في علاقة عكسية بين المقاومة وبين التيار. خلاص، في أي مسألة أول ما أعرف إن فرق الجهد ثابت يبقى كده أعرف إن في علاقة عكسية بين فرق الجهد بين المقاومة وشدة التيار على طول. طيب يبقى طالما فرق الجهد ثابت إذا الآر تتناسب مع الآي في تناسب إيه؟ في تناسب عكسي. طيب إذا وصل كل من هو بنفس فرق الجهد عند نفس درجة الإيه؟ الحرارة، فإن الترتيب الصحيح للأسلاك من حيث شدة التيار. طيب يبقى أنا كده عندي علاقة عكسية بين المقاومة والإيه؟ والتيار. طب والمقاومة تتناسب من المعطيات بتاعتي. انت عاطيني طول وعاطيني مساحة، عاطيني اطوال ومساحات مختلفة، وكده كده الرؤي ايه؟ ثابت. يبقى الار تتناسب مع ال على ايه؟ اقوم جاي جنب كل سلك ال ايه ال ايه ال ايه ال وايه بس. هو قام قايل السلك الاول اللي هو دي خلاص بكام ايه؟ ب2 ايه. طب بكام ال؟ ب2 ال. كام ايه؟ 2 ايه اهو. وكام ال؟ 2 ال. خلاص، يبقى كام ار؟ يبقى هيديني دي راحت مع دي، يبقى هيديني هنا ايه؟ ار. يبقى اقول له كده ار دي كده بكام؟ ب1. يلا بعد كده تعالى، كام ايه؟ كام ال؟ 2 ال. كام ايه؟ 1. يبقى هنا 2 على 1 يبقى اديني 2 ار. جميل. اللي بعديها السلك دي، يبقى انا كده ار سي بكام ار؟ ب2. طيب اللي بعديها ار بي. ار بي بكام ال؟ ب1. بكام ايه؟ ب1. يبقى كام ار؟ بار واحده. خلاص، يبقى ار بي ب1. يلا اللي بعديها كام ايه؟ 2. كام ال؟ 1. يبقى نص ار. يبقى هنا ار ايه بتساوي ايه؟ بتساوي النص. خلاص. ترتيب المقاومات هقول له كده اكبر حاجه ار سي اكبر من ار بي اكبر من، ثواني بس نرتبهم كده تاني، نجيب حته كده فاضيه نرتبهم فيها. ترتيب المقاومات اهو هنرتبه هنا. خلاص، مين اكبر واحده؟ ار سي. بعد كده مين اللي بعديها؟ ار بي او ار دي ايا كان. ار بي اللي هي بتساوي ار دي. خلاص. وبعد كده اقل واحده خالص ار اي. طب هو انا عايز ترتيب مقاومات
ولا عايز ترتيب تيارات؟ لا عايز ترتيب تيارات، عايز اكبر تيار او ترتيب التيارات في كل سلك فيهم. يبقى اقول له كده ترتيب التيار عكس ترتيب المقاومه، لان العلاقه بين المقاومه والتيار علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. يبقى اقول له كده السي اقل من البي اللي بتساوي الدي اللي اقل من الايه. يبقى اكبر واحده الايه والبي بتساوي دي، واقل واحده السي، تبقى الاجابه ب هي اللي صح. ده ترتيب الاي. ده كده ترتيب الاي. ليه؟ عشان في علاقه عكسيه بين المقاومه والايه؟ بين المقاومه وبين التيار. تمام؟ حلو. لحد هنا في حاجه؟ لحد هنا الدنيا زي الفل. يلا بينا نخش على السؤال رقم 64. بيقول لي سلكان من نفس الماده. من نفس الماده. يبقى كده على طول يبقى الرو اي ثابت. طول السلك الثاني ضعف طول السلك الاول. تعال نترجمها بالراحه، نترجم الجمله دي كده بالراحه. طول السلك الثاني ضعف طول السلك الاول. طول السلك الثاني ضعف طول السلك الاول، وقطره يساوي نص قطر السلك الاول. وقطره يساوي نص قطر السلك الاول. يبقى نسب الاقطار يا جماعه، نسب الاقطار هي نسبه انصاف الاقطار. فقطر السلك الثاني بيساوي نص قطر السلك الايه؟ الاول. خلاص؟ يبقى الجمله دي وقطره يساوي نص قطر السلك الايه؟ الاول. يبقى R2 بتساوي نص R1. فإن النسبة بين مقاومة السلك الثاني إلى مقاومة السلك الأول. عايز نسبة R2 إلى R1. طيب أعمل إيه؟ نسب. يبقى أكتب القانون. والله حضرتك R بتساوي رو إي في ال على باي R تربيع، لأن أنت هنا عاطيني نص قطر. جميل؟ طيب الرو إي ثابت، الباي ثابت، إذا العلاقة بين الآر والال طردي، ونص القطر او مربع نص القطر عكسي. اذا R2 على R1، انت الار مع ال طردي، تبقى L2 على L1 في نص القطر عكسي، يبقى R2 على R1 تساوي R1 سمول على R2 سمول. بس خلي بالك الكل ايه؟ الكل تربيع. يلا بينا ايه؟ يلا بينا نعوض. هنعوض يا باشا. L2 بكام؟ والله ب2 L1 L1 في هنا R1 بكام؟ معرفش. R2 بكام؟ بنص R1. بنص R1. والكل ايه؟ والكل تربيع. والكل تربيع. طيب يبقى انا هقول L1 راحت مع L1، R1 راح مع R1. مقام المقام طلع بسط. يبقى بقى كام؟ بقى 4، بقى 2. ما هو تربيع الاثنين هيبقى 4 على 1 في 2 على 1. تطلع معاك النسبة بكام؟ تطلع معاك النسبة 8 إلى 1. تطلع معاك النسبة 8 إلى 1. تبقى الإجابة ب. السؤال اللي بعده. موصل منتظم المقطع طوله 20 متر. موصل منتظم المقطع طوله 20 متر، ده ال، ومقاومته ده كده الار. وموصل اخر، يبقى ده كده الموصل الاول ده طوله وده مقاومته. وموصل اخر من نفس نوع الماده، يبقى الرو اي ثابت. من نفس نوع ماده الموصل. طول الموصل الثاني يبقى ده كده L2. ومساحه مقطعه 3 امثال مساحه مقطع الموصل الاول. يبقى على جنب كده بص كده، موصل 1 وموصل 2. طيب يبقى L1 بكام؟ L1 ب20. طيب ومقاومة السلك الأول وL2 ب5، وطول السلك الثاني ب5. خلاص؟ طيب ومساحة مقطعه 3 أمثال مساحة مقطع الأول. يبقى مساحة مقطع السلك الثاني 3 أمثال مساحة مقطع السلك الأول. يبقى ال2 بيساوي 3 A1 والA1 بA1. بس كده شكرا. تاني، ومساحة مقطعه 3 أمثال مساحة المقطع الأول. مساحة مقطع مين؟ السلك الثاني 3 أمثال المقطع الأول. يبقى A2 بتساوي 3 A1. شكرا. طيب ومقاومة السلك الأول R1 ب 108 أوم. خلاص؟ طيب
ومقاومه السلك الثاني بتساوي كام؟ عايز بقى مقاومه السلك الثاني R2 مش عارفها بكام. طيب هشتغل بقانون النسبه، ما انت كده كده قايل لي ان السلكين من نفس الماده، يبقى الرو اي مقدار ثابت. اذا هقول له R1 على R2 بتساوي R1 على R2 بتساوي L1 على L2 عشان طردي في A2 على A1 عشان عكسي. جميل، حلو، يلا نعوض. R1 بكام؟ ب 108 اوم. R2 معرفش بتساوي L1 بكام؟ L1 ب 20 وL2 ب5 في A2 ب3 A1. طب وA1 معرفش بA1. A1 راحت مع A1 على 5 فيها الواحد على 5 فيها الأربعة، تبقى 3 في 4 بكام؟ ب 12 على 1. وسطين في طرفين، يبقى الار 2 هتساوي وسطين في طرفين، يبقى اقول له 108 على ال 12 تطلع معايا 108 على ال 12 تطلع معايا ب9 اوم. تطلع معايا بكام؟ ب9 اوم. تبقى الاجابه ج. طيب السؤال اللي بعده هنخش بقى في مسائل صحب سلك. قضيب معدني اسطواني الشكل، مساحه مقطعه يبقى دي كده المساحه، ومقاومته يبقى دي كده المقاومه. تم سحب القضيب. تم سحب القضيب. طيب كلمة تم سحب القضيب وانت عاطيني مساحة، يبقى على طول وانا مغمض الار تتناسب عكسيا مع 1 على ايه تربيع. انت عاطيني مساحة، سحب او اعادة تشكيل بتناسب طردي مع مربع الطول، بتناسب عكسي مع مربع المساحة، بتناسب عكسي مع القص الرابع لنص القطر. جميل، انت عاطيني مساحة يبقى الار تتناسب عكسيا مع مربع المساحة، حتى اصبحت مساحة مقطعه بانتظام، يبقى ده كده الاي 1 يبقى ده كده الاي 2، فان مقاومته تصبح، يبقى اقول له كده ار 1 على ار 2 بتساوي اي 2 على اي 1. بس خلي بالك الكل تربيع عشان انت قلت لي تم سحب القضيب. خلاص؟ طيب يلا بينا. ار 1 بكام؟ والله حضرتك ار 1 عامله 22 ونص. خلاص؟ طيب وار 2؟ لا ار 2 انا عايزها. طب و 2 بكام؟ بواحد ونص في 10. 1 ونص في 10 أس سالب 4 عشان بالسنتي، بس مش مهم، نسبة هتروح مع النسبة، سنتيمتر مربع والتانية 2 سنتيمتر مربع، كده كده النسبة هتروح مع النسبة، بس خلي بالك الكل تربيع. يبقى أربع 1 ونص، أربع كده 1 ونص على 2 الكل تربيع، يطلع معايا النسبة بتاعتي هنا 9 على 16. طيب والمقاومة هنا ب 22 ونص، وهنا الار 2 الطرفين في ايه؟ في وسطين، يبقى اقول له كده الار 2 بتساوي 22 ونص في 16 على التسعة، يبقى 22 ونص في 16 على ايه؟ على 9، تبقى الإجابة معايا R2 هتساوي 40 أوم. هتساوي كام؟ 40 أوم. يبقى الإجابة ب. الإجابة هنا إيه؟ ب. طيب السؤال رقم 67. سحب سلك. سحب بانتظام حتى أصبح طوله. طالما جبت لي الطول يبقى أقول لك كده إن الأر تتناسب طرديا مع مربع الطول. حتى اصبح طوله ضعف طوله الاصلي، يبقى اقول له كده 2 بس 2 تربيع. ليه؟ لان انا زودت الطول للضعف، يبقى المقاومه تزيد لايه؟ لاربع امثالها، لان 2 تربيع ب4 يبقى تديني 4 امثالها. خلي بالك بقى من السؤال اللي جاي ده عشان هيحتاج مننا شغل. طيب ركز معايا. السؤال بيقول سحب سلك بانتظام، سحب سلك معدني بانتظام، خلاص، منتظم المقطع فقل نصف قطره بنسبة 20%. تاني، سحبت سلك فقل نص القطر. كلمة سحب يعني أنا بتناسب، بصوا يا جماعة، كلمة سحب سلك يعني الآر بتتناسب مع ال تربيع، أو الآر بتتناسب عكسيا مع ال تربيع، أو الآر بتتناسب مع القص الرابع لنص قطر. انت كلمتني قلت لي سحبه وجبت لي دلاله نص قطر، يبقى انا هشتغل مع القانون ده. حلو قوي، جميل. لحد هنا في حاجه؟ لا، يلا بينا. امسح
بيقول لك ايه؟ صاحب سلك بانتظام فقل نص القطر بنسبة 20%. يعني ايه؟ يعني تعالى بس عشان تفهم. يعني مثلا لو نص القطر ب100 يبقى نص القطر التاني لما جيت سحبت هيبقى نص القطر التاني هيبقى عامل كام؟ 80. ما هو قل بنسبة 20%. تاني هو قل بنسبة قد ايه؟ 20%. خلاص؟ يعني لو نص القطر كان ب100 يبقى نص القطر التاني هيبقى بكام؟ ب80. لان انت هتشيل من ال100 20. يبقى لو R1 نص القطر الاول ب100 يبقى R2 هو قل بنسبة قد ايه؟ 20%. يبقى R2 ب80. حلو. فإن المقاومة الكهربية تزداد بنسبة، المقاومة الكهربية تزداد بنسبة قد ايه؟ ركز بس معايا الأول. تعالى نجيب نسب الآر. إذا هقول له كده الآر تتناسب مع الأس الرابع لنص القطر. جميل. يبقى R1 على R2 بتساوي R2 على R1 بس الكل أس 4. جميل. حلو. يلا بينا. والله حضرتك R1 على R2 بتساوي R2 بكام؟ والله R2 ب80. وR1 بكام؟ وR1 ب100. الكل أس كام؟ الكل أس 4. تعال نحطهم على الآلة. يبقى 80 على 100 الكل أس إيه؟ الكل أس 4. الكل أس 4. يطلع معايا النسبة دي تبقى نسبة R1 على R2 بتساوي كام؟ بتساوي النسبة دي اللي هي 256 على 625. طب انا عايز R2 اللي هي المقاومة هيحصل فيها ايه؟ يبقى اقول له كده طرفين في وسطين. انا عايز R2 هتساوي، يبقى اقول له كده وسطين في طرفين 625 في R1 625 في R1 على 256 على 256. اقوم هضرب او اقسم 625 على الرقم ده اللي هو 256 يطلع معايا النسبة ان R2 بتساوي 2 44 من 100 2 علامة 44 من 100 R1. تاني تطلع معايا النسبة كام؟ اهي على جنب هنا. تطلع معايا نسبة لما اضرب وسطين في طرفين يبقى R2 بتساوي 625 على 256 في R1. يبقى R2 هتساوي كام حضرتك؟ هتساوي 2 علامة 4 R1. تمام؟ يبقى R2 بقت 2 علامة 44 R ايه؟ R1. يبقى R2 زادت بنسبة قد ايه؟ ما هو R1 لو كانت بواحد يبقى R2 زادت بنسبة قد ايه؟ بواحد علامة 44. يبقى انا دلوقتي R2 بقت تساوي 244 من 100 من R1. خلاص؟ يعني دلوقتي انا عايز اشوف R2 زادت بنسبة قد ايه؟ هو هنا ما قاليش زادت الى، في فرق بين زاد الى وزاد بمقدار. طيب انا هنا عايز اعرف هو زاد بنسبة قد ايه؟ بنسبة قد ايه؟ طب هو حضرتك لو افترضنا ان R1 كانت بواحد، حضرتك دلوقتي ان R2 بقت بقد ايه؟ ب 244. يعني زادت بقد ايه؟ بمقدار قد ايه؟ يبقى R2 زادت بنسبة 1 علامة 44. 1 علامة 44. يبقى انا كده اضرب في 100 عشان اجيب النسبة المئوية. يبقى اقول له كده نسبة R2 زادت بنسبة 144 من 100. يبقى الإجابة هتكون ج. السؤال رقم 69. السؤال رقم 69 بيقول لك ايه؟ بيقول لك موصل معدني اسطواني الشكل قطر مقطعه دي. يبقى R1 اهو على جنب كده R1 بدي ومقاومته R. يبقى R1 بR. تم سحبه بانتظام حتى اصبح قطره، يبقى القطر الثاني بقى بدي على X. فإن المقاومة الكهربائية تصبح
عايز الار 2 بقد ايه؟ ركز معايا. انا قلت لك تم سحبه، تم سحب سلك اهو، تم سحب سلك بانتظام. يبقى هنا انا مديك مقاومه ومديك نص قطر، مديك مقاومه ومديك نص قطر، يبقى تقول لي الار تتناسب عكسيا مع القص الرابع لنص القطر. خلاص؟ يبقى ار 1 على ار 2 بتساوي ار سمول 2 على ار سمول 1 عشان العلاقه على العكسيه، بس ما انساش القص الرابع. يلا بينا. ار 1 بايه؟ بار. ار 2 بايه؟ معرفش. بار 2 بتساوي نص قطر السلك التاني بقد ايه؟ بدي على اكس. نص قطر السلك التاني بقد ايه؟ بدي على اكس على نص قطر السلك الاول اللي هو بكام؟ اللي هو بدي. الكل اس كام؟ الكل اس 4. طرف الدي تروح مع الدي، يبقى هقول له كده ان الار على الار 2 بتساوي 1 على اكس اس 4. طرفين في وسطين، طرفين في وسطين، تبقى الار 2 بتساوي ار في اكس اس 4. تبقى الار 2 بتساوي ار في اكس اس 4. تبقى الاجابه ب. خلاص كده الدنيا تمام. طيب يلا بينا السؤال اللي بعده. سؤال حلو، سؤال جميل. السؤال اللي بعده سؤال رقم 70. بص كده حبيب قلبي، سؤال رقم 70. في الشكل المقابل موصل كهربي على شكل متوازي مستطيلات مصمت يمكن توصيل اي زوج من الاوجه المتقابله وتمثل 3 مسارات. بص يا قلبي، انا عندي مسار 1 وانا عندي مسار 2 وانا عندي مسار 3. 3 مسارات. طيب الممكنه مرور تيار كهربي، اي من هذه المسارات يكون الموصل له اكبر مقاومه، او يكون للموصل مقاومه اكبر لمرور التيار الكهربي. تاني، في اي من هذه المسارات يكون للموصل مقاومه اكبر. عايز مقاومه اكبر، يعني عايز مقاومه اكبر. طالما انت عايز مقاومه اكبر، ار تتناسب مع ال على ايه؟ يبقى انت عايز مقاومه اكبر، يبقى اكبر طول واقل مساحه. اكبر طول واقل مساحه. بص كده حضرتك، فين اقل مساحه؟ عشان تجيب لي اقل مساحه اضرب اصغر ضلعين. اصغر ضلعين عندك عشان تجيب لي اقل. فين اصغر ضلعين؟ اهو. يبقى ده كده اللي اقل مساحه، وده كده اكبر طول 3 ال. يبقى انت كده التيار يمشي في المسار الاول. ليه؟ عشان هيخش في اقل مساحه. المساحه هنا اقل مساحه، وهنا ده كده هيمشي في اكبر طول. في اكبر ايه؟ طول. ما انا عايز اكبر مقاومه. تبقى الاجابه المسار رقم 1 هو اللي صح. السؤال اللي بعده، سلك معدني حجمه هنا اعطيني الحجم. سلك معدني حجمه 2 في 10 أس سالب 4 متر مكعب. على جنب كده يبقى اكتب الفوليوم بيساوي 2 في 10 أس سالب 4 متر مكعب. ومساحة مقطعه، يبقى كده مديني كمان المساحة بتساوي 4 في 10 أس سالب 5 متر مربع. مفيش تحويل. في 10 أس سالب 5 متر مربع، مفيش تحويل. ومقاومته 1.25 أوم. الار المقاومة بتاعتي 1.25 أوم. طيب فإن التوصيلية الكهربية، عايز مين؟ عايز السيجما. مش عارف السيجما بكام. طيب أول حاجة، مين القانون اللي احنا لسه أخدينه؟ خلاص، اللي بيجمع بين الحجم والمساحة. القانون ده ار بتساوي رو اي، خلاص، في مين؟ في فوليوم على ايه تربيع. صح؟ ده قانون الحجم بدلالة الايه؟ بدلالة المساحة. طيب حضرتك انت عايز الرؤي؟ لا، ده عايز السيجما. يبقى تشيل السيجما وحط شيل الرؤي وحط السيجما تحت، يبقى ده القانون. يبقى انت هتعمل ايه؟ هتقول لي ان القانون فوليوم على ايه تربيع في سيجما. طيب حضرتك انت عايز السيجما اصلا، السيجما. طب تقوم عامل ايه بقى حضرتك؟ تقوم جايب كده ادي المقاومه اهي وادي السيجما اهي. طلع السيجما فوق، نزل المقاومه تحت. يبقى السيجما بتاعتك بتساوي يلا فوليوم على ار في ايه تربيع. طيب هشتغلها ازاي؟ خلاص معايا كل حاجه. الفوليوم بتاعي بكام؟ الفوليوم بتاعي ب 2 في 10 أس سالب 4. خلاص، مفيش حاجه.
طيب على الار 1 وربع في الايه تربيع 4 في 10 اس سالب 5. خلاص، بس الكل ايه؟ الكل تربيع. يلا بينا نحسب. تبقى 4 2 في 10 اس سالب 4 على 1 وربع. خلاص، في 4 في 10 أس سالب 5 الكل تربيع. يطلع معاك السيجما بتساوي 100,000 أوم سالب 1 متر سالب 1، يعني 10 أس 5 أوم سالب 1 متر سالب 1. تبقى الإجابة ب. مش حاجة صعبة اهي. تمام، يلا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم 72 مكعب. سؤال رقم 72 مكعب معدني طوله ال. حلو، ما علينا، ادي ده الطول. وعند توصيله وجهين متقابلين له بطرفي دائرة كهربية كانت مقاومته الكهربية R، فإنه يمكن تعيين التوصيلية الكهربية سيجما لهذا المعدن عن طريق، تعالى نعوض بالقوانين اللي عندنا أو بالمعطيات اللي عندنا. R بتساوي رو إي في ال على إيه، بس أنت حضرتك عايز مين؟ أنت حضرتك عايز السيجما، صح؟ يبقى شيل الرو إي وحط مكانها السيجما تحت. حلو، يلا حضرتك وسطين، طلع السيجما فوق نزل الار تحت عشان انت عايز السيجما. يبقى السيجما بتساوي ال على ار في ايه؟ ال على ار في ايه؟ جميل قوي. حضرتك دلوقتي معاك المقاومه بار، معاك الايه الايه اصلا هي مش ده مكعب، يبقى مساحه الوجه ال تربيع وفوق ال التربيع يروح مع الايه. يبقى انت كده حضرتك دلوقتي رحت عملت ايه؟ تاني نقولها تاني. يبقى بقت السيجما بتساوي ال راحت فوق بقت 1 وادي الار، والايه انا خدت ال، ما هو الايه هي عباره عن ال في ال صح؟ ال فوق ال واحده من اللي فوق راحت مع ال واحده من اللي تحت، اتفضل ال واحده. يبقى السيجما هتساوي 1 على ار في ايه؟ 1 على ار في ايه؟ يلا بينا. سلكان من النحاس طول الاول 10 متر. ده هنا عاطيني كتله وكتلته، يبقى ده ام واحد وده كده ال واحد، وطول التاني عفوا كده ال 2 وكده ام 2. طيب فهمنا النسبه بين ار 1 الى ار 2. عايز نسبه تعمل ايه؟ اكتب قانون النسبه. طب انت عايز قيمه نسبه مين؟ نسبه ار. طب حضرتك يا مستر انا عندي ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ غلط. هو عطيك طول وعطيك كتله، يبقى هتكتب القانون بدلاله الطول وبدلاله الكتله. انهي القانون ده؟ ان الار بتساوي رو اي في رو في ال تربيع على كتله اللي هي الام. هو ده القانون. انت بتكتب القانون بدلاله المعطيات اللي عندك. هو عطيك طول وكتله، يبقى تكتب القانون ده رو اي في رو في ال تربيع على ام. حلو. السلكين من النحاس. طيب ما هو حضرتك طالما السلكين من النحاس يبقى المقاومه النوعيه ثابته لان بتعتمد على نوع الماده ودرجه الحراره، وكذلك الامر الكثافه ثابته لان برضه بتعتمد على نوع الماده ودرجه الحراره. يبقى الكثافه بتعتمد على نوع الماده ودرجه الحراره زيها زي المقاومه النوعيه. يبقى لما اقول لك سلكين لهما نفس الماده او من النحاس او من الالومنيوم، يبقى السلكين دول مثبت معاهم الكثافه والمقاومه النوعيه. اذا الار تتناسب مع ال تربيع على ام، مع ال تربيع طردي ومع الام عكسي. اذا اقول له كده ار 1 على ار 2 بتساوي ال 1 على ال 2. اوعى تنسى ان هم تربيع في الام 2 على الام 1 عشان عكسي، وابتدي ان انا اعوض بالمعطيات اللي عندي. يلا بينا. ال 1 بكام؟ ب 10. ال 2 بكام؟ ب 40 في ام 2 بكام؟ والله ام 2 ب 2 من 10 وام 1 ب 1 من 10.
بس خلي بالك ال تربيع اوعى تنسى. طيب يلا بينا نحطهم على الآلة. يبقى ربع تربيع 1 تربيع في 2/10 على 1/10، يطلع معايا النسبة، تطلع معايا النسبة 1/8، تبقى الإجابة د هي اللي صح. يلا بينا نحل السؤال التاني. يا جماعة احنا حلينا كتير على النسبة، حلينا كتير على النسبة، فيا ريت تثبت. تمام؟ طيب يلا بينا السؤال اللي بعده. امسح هنا، معلش احنا يعني يعتبر احنا اول سنه لينا على اليوتيوب او على منصات التواصل الاجتماعي، فاتمنى ان حضرتك تدعمني بلايك بشير بسبسكرايب عشان اطور المحتوى بتاعي، فدعمك يهمني. وصدقني والله انا مش هسيب لك اي حاجه ان شاء الله رب العالمين، واي افكار جديده او اي قوانين او الكلام ده كله ان شاء الله رب العالمين فيزياء تبقى معانا سهله جدا جدا جدا. يلا بينا نرجع للموضوع بتاعنا تاني. انفع يعني انفع صح؟ الحمد لله رب العالمين. سؤال رقم 74. في الشكل الموضح سلكان اكس وواي من نفس المادة، يبقى المقاومة النوعية ثابتة. إذا كانت كتلة السلك اكس يبقى ده كده ام اكس، وإذا كانت كتلة السلك واي يبقى ده كده ام واي. كتلة السلك اكس ب5 جرام وكتلة السلك واي ب10 جرام. عايز نسبة ار اكس إلى ار واي، ار اكس إلى ار واي. طيب تاني عايز نسبة، بص بنكرر تاني، عايز نسبة حط القانون بدلالة المعطيات. انت اعطيني هنا الكتل صح، واعطيني هنا مين، طول ولا مساحة؟ لا انت اعطيني طول صح. طب يا مستر معلش بس واحدة واحدة كده معايا، لو انت اعطيني مساحة كنت عملت ايه؟ بص انا معايا قانونين للكتلة هفكرك تاني. بص ادي ار بتساوي رو اي في رو في ال تربيع على ام، ده القانون بدلالة الطول والكتلة. طب والقانون التاني اهو، ادي الار بتساوي رو اي في ام على رو في ايه تربيع، ده كده قانون بدلالة المساحة، وده كده قانون بدلالة الكتلة. اوعى تنسى ده كده قانون بدلالة المساحة خلاص، وده كده قانون بدلالة الايه؟ بدلالة الطول خلاص. طيب انا حضرتك هنا مديك كتلة وايه وطول، تشتغل بده ولا تشتغل بده؟ لا طبعا اشتغل بده عشان انت اعطيني طول واعطيني كتلة مش اعطيني مساحة، فاشتغل بالقانون الاولاني. امسح كده ويلا بينا نشتغل. انت عايز نسبة مين حضرتك؟ انا عايز نسبة ار اكس على ار واي، عايز نسبة ار اكس على ار واي. جميل قوي. يبقى هتقول لي كده الار هنا هتتناسب، هشتغل اكتب القانون الاول، رو اي في رو في ايه في ال تربيع على ام. يلا بينا، السلكان من نفس المادة يبقى الاثنين دول ثابتين، اذا انا هتناسب مع ال طردي ومع الام عكسي، يبقى ال واحد على ال 2. خلي بالك لان هما تربيع اهو، تربيع اهو على في ام 2 على ام 1 عشان العلاقه عكسيه. اذا ار اكس على ار واي بتساوي ال 1 على ال 2 ال اكس او ال اكس على ال واي، وهنا ام واي على ام اكس. معلش عشان اتلخبطت. طيب حضرتك ار اكس على ار واي هتساوي ال اكس على ال واي. طب ال اكس بكام؟ بال. طب وال واي بكام؟ بنص ال. الكل تربيع اللي راحت مع ال المقام يطلع بسط، فالاتنين دي تطلع فوق تبقى ايه؟ تبقى 2 على 1 الكل تربيع. حلو. في ام واي على ام ايه؟ ام واي على ام اكس. ام واي بكام؟ ام واي ب10. طب وام اكس بكام؟ ب5. يبقى 10 على 5 فيها الاثنين تبقى 2 تربيع تبقى ب4، 2 على 1 تبقى 4 على 1 في 2 على 1، يعني تطلع النسبة معايا 8 إلى 1، تبقى الإجابة ج. صعبة؟ نفس المسألة تقريبا هي. طيب السؤال اللي بعده ده كده سؤال جديد، سؤال جديد. طيب وجديد كمان في كتاب الامتحان، لسه اول سنه. طيب اسطوانه مجوفه من معدن مقاومته النوعيه 2 في 10 اس سالب 8، يبقى ده كده الرو اي. وطول الاسطوانه دي طولها 1 متر، ونصف قطريها الداخلي والخارجي هما 1 ملم و2 ملم على الترتيب كما بالشكل. فإن المقاومة الكهربية بين طرفي الاسطوانة بتساوي، لا اصبر بقى
وركز معايا، يلا بينا. ادي معايا ايه ده؟ يلا بينا يلا بينا. بص يا قلبي، انا معايا دلوقتي اسطوانه. الاسطوانه دي مالها؟ مجوفه. يعني ايه مجوفه؟ يعني شايف انت الحته دي كده، ده كده فراغ، الحته اللي جوه دي فراغ. يبقى السلك لو انا بصيت له كده هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الحته دي كده، الحته دي كده هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها السلك، اللي فيها ماده السلك. خلاص؟ طيب يبقى انا معايا، يبقى انا لو بصيت لمساحه المقطع قدامي هلاقي ايه؟ ادي مساحه المقطع اهي، ارسمها لك كده اهي، دي كده قدامي. خلاص؟ اهي، ده كده اللي جوه ده فراغ، مفيش حاجه هنا. طيب امال المساحه فين حضرتك؟ هي المساحه الحته دي، مساحه المقطع هي الحته دي. جميل جميل. طيب انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا نص قطر داخلي ونص قطر ايه؟ خارجي. فبص كده، انا معايا نص قطر داخلي ونص قطر خارجي. خلاص؟ طيب حضرتك انا عشان اجيب المساحه دي، عشان اجيبها اعمل ايه؟ هقول له والله الايه الكبيره او مساحه المقطع الكبيره، مساحه المقطع الكبيره ناقص مساحه المقطع الصغيره دي، هسميها الايه سمول. تمام؟ يبقى اقول له ايه؟ هجيبها له كده على جنب. يبقى المساحه اللي قدامي دي هي اللي انا عايزها. المساحه دي اجيبها ازاي؟ المساحه كلها ناقص الحته اللي فاضيه، المساحه كلها ناقص الحته اللي فاضيه. طب حضرتك هجيب المساحه كلها ازاي؟ والله حضرتك باي ار تربيع ناقص باي ار تربيع. مين دي؟ نص قطر الكبير. نص قطر الكبير اللي هو بكام؟ ب 2 في 10 اس سالب 3 متر، بس الكل تربيع. خلاص؟ هنا باي ناقص باي في نص قطر الصغير اللي هو كام؟ 1. يبقى 1 في 10 اس سالب 3 الكل ايه؟ تربيع. يطلع معايا مساحة الحتة دي، مساحة الحتة دي بس، مساحة الحتة دي بس تطلع معايا بكام؟ اهو. يبقى 2 في 10 أس سالب 3 الكل تربيع ناقص 1 في 10 أس سالب 3 الكل تربيع، واقفل الايه؟ واقفل القوس. يطلع معايا المساحة بتاعتي، يبقى مساحة الحتة دي بس، مساحة الحتة دي بس، مساحة الحتة دي بس، مساحة السلك المعرض للتيار بس بكام؟ ب9 علامة 4 2 في 10 أس سالب ايه؟ 6 في 10 أس سالب 6. طيب اديتني المساحة، حلو. بعد كده هعمل ايه؟ هقول لحضرتك دلوقتي عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب الار، عايز اجيب الار. ادي الار هتساوي رو اي في ال على ايه؟ اعوض بقى، ما انا جبت المساحه خلاص، جبت مساحه الحته دي، ماليش دعوه باللي جوه، اللي جوه ده فراغ، اللي جوه ده فراغ، اللي جوه ده فراغ، ماليش دعوه بيه. انا عايز اجيب الحته خلاص، الحته اللي بره دي، الحته بتاعت السلك دي. طيب يلا بينا. الار معايا هتساوي رو اي في ال على ايه؟ الرو اي بكام؟ ب 2 في 10 اس سالب 8 اهو، ده الرو اي. طيب والطول في الطول ب1 متر على المساحه. انهي مساحه؟ المساحه اللي انا جبتها، اللي انا طرحت المساحه الكبيره ناقص المساحه الصغيره، هتديني المساحه اللي ايه؟ اللي بره دي، اللي هي طلعت معايا ب9 علامه 4 2 في 10 اس سالب 6 في 10 اس سالب 6. تطلع معايا المقاومه ب2 1 من 10، ب2 1 في 10 اس سالب 3 اوم، في 10 اس سالب 3 اوم. تبقى الاجابه ب. قشطه قشطه. يلا بينا السؤال اللي بعده. نمسح. يلا بينا يلا بينا. احنا تعبنا.
الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين مقاومة كهربية R وطول سلك. انت مديني R والطول. طيب فإذا علمت أن مساحة المقطع واديتني كمان المساحة، خلاص؟ طيب فإن المقاومة النوعية، طب ما أنا عارف إن الرو إي بتساوي R في إيه على L، R في إيه على L. آخد أي نقطة، أدي النقطة دي مثلا، دي بيقابلها المقاومة بكام؟ ب15، الطول بكام؟ ب30، واخلي بالي من الوحدات، هنا متر وهنا اوم، يعني مفيش تحويل. وانت كده كده عاطيني الوحده او الرقم بتاع المساحه، بس الرقم بتاع المساحه فيه حته صغيره اللي هي 1/10 سنتيمتر مربع، يعني هضرب في 10 أس سالب 4. تبقى الرو اي بتاعتي هتيجي بقى تعوض الار ب15 في المساحه 1/10 بس في 10 أس سالب 4، لأن هي بالسنتيمتر مربع لازم تحولها للمتر مربع، على الطول اللي هو بكام؟ ب30. يبقى أقول له كده 15 في 1/10 في 10 أس سالب 4 على 30. على كام؟ على 30. تطلع معايا ب 500 10 أس سالب 4 6 أس سالب، تطلع معايا ب 5 في 10 أس سالب 6 أم في متر. خلاص كده جبت رو ايه. طب عايز مقاومة السلك الذي طوله 25. طب ما هو الطول بكام؟ ب 25. اطلع اهو، واقع ما بين مين وما بين مين؟ بين ال 15 وما بين ال 10. ما بين ال 15 وما بين ال 10 12 ونص. 12 ونص. يبقى اطلع اهو ال 25 اهو. طيب اهو واقع هنا، امشي مع الايه؟ مع السلك 15 و10 يبقى كام؟ 12 ونص. ده على طول. طب انا عايز حضرتك اشتغلها عايز اتاكد. ادي ار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ انت كده جبت الرو اي بكام؟ رو اي في ال على ايه؟ طب ماشي، طب ما انت جبت الرو اي، يبقى هتقول لي يساوي الرو اي بكام؟ ب5 في 10 أس سالب 6. طب والطول بكام؟ ب25. طب والمساحة بكام؟ بواحد من 10 في 10 أس سالب 4. احسب ده على الآلة يطلع معاك المقاومة ب 12 ونص أوم. طيب السؤال اللي بعده، يلا بينا يا شباب. السؤال رقم 77 بيقول لي ايه؟ الشكل البياني المقابل يعبر عن العلاقه بين المقاومه وطول السلك لمجموعتين من الاسلاك مصنوعين من النحاس. من النحاس هنا يعني الرو اي ايه؟ يعني الرو اي مقدار ثابت. الرو اي مقدار ثابت. جميل قوي. عايز نسبه ايه اكس الى اي واي. اول حاجه سؤال نسبه، انا عايز ايه؟ عايز الميل. يبقى انت كده هتقول لي ايه؟ السلوب بتاعك هتجيب الاسلوب الايه؟ الفيزيائي. مين على الصادات؟ ار. مين على السينات؟ ال. فهتقول لي كده ار بتساوي رو اي في ال على ايه. جميل قوي. طب حضرتك مين اللي موجود على الصادات؟ الار. مين اللي موجود على السينات؟ ال. صح كده؟ طيب مين الميل؟ رو اي في ايه؟ مين الميل؟ رو اي في ايه؟ معامل السينات هو الميل. معامل السينات هو الميل. طيب حضرتك دلوقتي انا عايز مين؟ انا عايز الار ولا عايز ال ولا عايز نسبة الايه؟ لا انا عايز نسبة الايه. يبقى اقول له كده الاسلوب بيساوي رو اي على ايه. حلو؟ مين على الصادات؟ الار. مين على السينات؟ ال. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي هروح اجيب الاسلوب بتاعي. الاسلوب بتاعي هو عبارة عن رو اي على ايه. جميل قوي. وانا قايل لك ان السلكين من النحاس، يعني الرو اي مقدار ثابت. مقدار ايه؟ ثابت. اذا العلاقه ما بين السلوب الميل وما بين المساحه علاقه ايه؟ عكسيه، عشان المقاومه النوعيه مقدار ثابت. اذا انت عايز نسبه اي اكس الى اي واي، يبقى هتقول لي سلوب واي الى سلوب اكس الى سلوب ايه؟ اكس. طيب يلا بينا. السلوب واي بكام؟ السلوب واي والله حضرتك انا اعطيك الزاويه صح؟ يبقى زاويه واي بكام؟ ب30. يبقى تان 30 على سوري سلوب واي على اسلوب اكس. طيب اسلوب اكس بكام؟ والله حضرتك زاويه اكس ب 60، يبقى على تان 60. على تان ايه؟ 60. خلي بالك زاويه اكس هي دي كلها، دي كلها مش دي بس، لا دي كلها. زاويه اكس سيتا اكس، سيتا اكس بتساوي 60 وسيتا واي بتساوي 30. السؤال رقم 78 هنا اعطيني نسبة بين فرق الجهد إلى شدة التيار. خلاص؟ طيب
انت مش عاطيني النسبه دي، طب ما تروح تجيب لي الميل. طب والميل بيساوي ايه؟ السلوب بيساوي ايه؟ السلوب بيساوي معامل السينات من القانون، الفي بتساوي اي في ار. مين على الصادات؟ في. مين على السينات؟ اي. معامل السينات الار، يبقى السلوب هو الايه؟ هو الار. معامل السينات هو الميل. جميل قوي. طيب حضرتك دلوقتي انا كده جبت ميل فيزيائي، هروح اجيب ميل رياضي، فرق صادات على فرق سينات عشان اعطيك ارقام. اذا الميل الرياضي بيساوي، هطرح 6 ناقص 2 او 6 ناقص 0 على 3 من 10 ناقص 0، يبقى 6 على 3 من 10. 6 على 3 من 10. اقسم بقى، يبقى الار بتاعتي بتساوي ايه؟ اللي هي الميل اصلا 6 على 3 من 10 على كام؟ 3 من 10 تطلع معايا ب 20 اوم. يبقى الار بتاعتي اللي هي الميل اللي هي هتطلع معايا ب 20 اوم. يبقى دي كده انا جبت الايه؟ جبت الار. بس تعالى بيقول لك ايه بقى؟ انا مديك مساحه المقطع بالمليمتر مربع، يبقى الايه بتاعتك بتساوي 1 من 10، بس خلي بالك مليمتر مربع. مليمتر مربع يعني هتضرب في 10 اس سالب 6. الله ينور عليك. متر مربع عشان انت بتشتغل بوحدة المتر المربع. جميل. فإن التوصيلية الكهربائية، واعطيني كمان الطول فوق اهو، يبقى ال بتاعتي بتساوي 5 متر. وانت عايز مين؟ عايز التوصيلية الكهربائية اللي هي السيجما. طيب حضرتك احنا لسه جايبين قانون للسيجما وقلنا ان السيجما بتساوي ايه؟ ال على ار في ايه؟ ال على ار في ايه؟ هبتدي اعوض. ادي معايا ال الار ومعايا الايه ومعايا ال، هبتدي اعوض بيهم عشان اجيب السيجما. تبقى معايا ال ب5 على الايه ب20 في الار، سوري الار ب20 والايه ب1 من 10 في 10 اس سالب 6 في 10 اس سالب 6. يطلع معايا الرقم 2 مليون و500 الف، يعني 2.5 في 10 أس 6 أوم سالب 1 متر سالب 1. تبقى الإجابة 2.5 في 10 أس 6 متر سالب 1 أوم سالب 1. طيب السؤال ده، السؤال اللي وراه بيقول لك في الشكل البياني المقابل برضه اعطيني علاقة بين فرق جهد وشدة التيار. طيب سؤال حلو، سؤال جميل. ركز بقى معايا، ركز معايا في السؤال ده. الشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين فرق الجهد يمثل العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار. خلاص؟ إذا كان السلكين لهما نفس الطول ومساحة المقطع السلكي B ب3 من 10 في 10 أس سالب 6، فإن مساحة مقطع السلك إيه؟ أول حاجة حبيب قلبي هات لي نسب المقاومات بتاعت A و B. ما أنت هنا أنا أعطيك مين؟ V و I. مين اللي على الصادات؟ V. مين اللي على الصادات؟ V. إيه علاقته بI؟ والله ال V بتساوي I في R. ده اللي موجود على محور ص، ده اللي موجود على محور س. إذا ده هو الميل، هو معامل السينات. أقدر أجيب نسبة R من الرسمة RA إلى RB. أجيبها إزاي؟ والله حضرتك سلوب A على سلوب B، لأن الميل ده كده هو الميل، صح؟ يبقى هقول له كده ميل A على ميل B اللي هو تان سيتا A ب30 يبقى تان 30، وسيتا B ب60 يبقى تان 60. يبقى اقول لك كده RA على RB هتساوي تان 30 على تان 60. تان 30 على تان 60 تطلع معايا النسبة بايه؟ بتلت. جميل. يبقى دي نسبة RA إلى RB. طيب بيقول لك بقى إذا كان السلكان لهما نفس الطول، خلاص؟ فإن مساحة المقطع السلكي إيه بتساوي إيه؟ طب ما حضرتك دلوقتي أنت قايل لي إن ليهم نفس الطول، حلو. يبقى أنت كده هتقول لي إن نسبة RA إلى نسبة RB خلاص بتساوي، ما هو العلاقة مع الR من أنت الطول ثابت والإيه علاقة عكسية، يبقى AB على AA. طيب انت عايز مين؟ انا عايز مساحة مقطع السلك ايه؟ طيب يبقى اقول له كده ده تلت اللي هي المقاومة، وده بيساوي ايه بي بكام؟ والله حضرتك انت هتعطيه مساحة السلك ايه؟ السلك بي ب3 في 10 اس سالب 6.
خلاص. طيب ومديني مساحه السلك ايه؟ لا انا عايزها خلاص طرفين في ايه؟ في وسطين. يبقى مساحه السلك ايه؟ طرفين في وسطين. 3 في 3 ب9 في 10 أس سالب 6 متر مربع. تبقى الإجابة ب. طيب نفس الكلام بقى بالظبط. نفس الكلام لو أنا شلت ده كله كده واتكلمنا بقى على إيه؟ على الطول. اتكلمنا على الطول. طيب حضرتك عند ثبوت المساحة، عند ثبوت المساحة، عند ثبوت المساحة، بص السلكين لهم نفس المساحة، إذا العلاقة ما بين الآر، ما بين الآر وما بين الطول علاقة طردية. طيب يبقى أنت كده ومديني طول السلك بي، فعايز طول السلك إيه؟ يبقى أقول له آر إيه على آر بي بتساوي ال إيه على ال بي عشان طردي. خلاص؟ طيب طب وال إيه؟ ما هو ده نسبة تلت. خلاص؟ نسبة ار ايه الى ار بي بتلت بتساوي نسبة ال ايه. ال ايه معايا؟ لا ده انا عايز. طب ال بي معايا بتلاتة. طرفين في ايه؟ في وسطين. يبقى ال ايه هيساوي 3 في 3 في 1 ب3. اقسم هنا على ال3 واقسم هنا على ال3. دي راحت مع دي ودي راحت مع دي. اذا ال ايه تطلع معايا ب1 متر. وتبقى الاجابة الف هي اللي صح. جميل قوي لحد هنا. طيب اخر سؤال معانا، سؤال رقم 80. امسح هنا وامسح هنا. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي سؤال رقم 80. الشكلين المقابلين الموضحين يوضحان العلاقة بين فرق الجهد وشدة التيار بين طرفي سلكين اكس وواي لهما نفس الطول وشدة التيار اي. ليهم نفس الطول، يبقى كده ال ايه ثابت، وشدة التيار هو عاطيني علاقة بين في وبين اي. حلو. طب حضرتك دلوقتي وعاطيني كمان نسبة اي اكس الى اي واي. تمام حلو قوي. طيب فإن النسبة بين المقاومة النوعية رو اي اكس الى رو اي واي. اي سؤال عايز لك ليه نسبة اكتب القانون بتاعه. طيب بس اكتب الاول المعطيات. انت معاك ال ثابت، معاك ال طول السلك ثابت، معاك نسبة ax الى ay بتساوي 12 على 25. جميل. وانت عايز نسبة رو اي اكس الى رو اي واي. حلو. والرسمة بتاعتك معاك الميل بتاعك. الميل بتاعك هنا في وهنا اي، يبقى الميل ار. تعالى هات لي الار بتاعت الاكس وهات لي الار بتاعت الواي. يبقى انا كده هجيب لك من الرسمة البيانية. ما هو كده الميل بتاعها ايه؟ ار. يبقى ار اكس بتساوي 2 على 6 من 10. 2 على 6 من 10. خلاص؟ هتطلع بكام؟ 2 على 6 من 10 هتطلع ب10 على 3 او 3 و33 من 100 اوم. طيب وار واي هتساوي 1.6 من 10 على الواحد، يعني 1.6 من 10 اوم. انا قسمت 1.6 من 10 اهو على واحد، وقسمت هنا 2 على 6 من 10. دي طلعت لي 33 من 100. 33 من 100 اوم، ودي طلعت لي 1.6 من 10 اوم. طب انا عايز مين؟ عايز نسبة رو اي اكس الى رو اي واي. طب فين القانون يا حبيب قلبي؟ اهو ار بتساوي رو اي في ال على ايه. طيب حضرتك انا عايز مين؟ عايز الرو اي صح؟ طرفين في وسطين اللي في وش بعض مضروبين في بعض. يبقى قانون الرو اي على جنب اهو. الرو اي بتساوي ايه بقى؟ والله حضرتك اللي في وش بعض مضروبين في بعض تبقى ار في ايه على ال. ار في ايه على ال. طيب حد فيهم ثابت؟ الطول ايه؟ ثابت. اذا العلاقه بين الار وما بين الار والايه طرديه. وكده ال ايه مقدار ثابت. اذا رو اي اكس على رو اي واي هتديني ار اكس على ار واي عشان طردي في اي اكس على اي واي عشان طردي. صح كده؟ طيب
طب انا معايا ايه اكس على ايه واي، ما تيجي تعوض تعالى. يبقى احنا كده معانا النسبه بتاعتنا ار اكس على ار واي. تعالى كده نشيل هنا، معايا ار اكس طلعت بكام؟ ب3 و33% اوم، ومعايا ار واي طلعت النسبه بتاعتي بكام؟ ب1.6 اوم. خلاص. ومعايا النسبه بتاعت اي اكس على اي واي بتساوي 12 على 25. جميل. طيب انا عايز بقى نسبة مين؟ ومعايا ان الطول ايه؟ ثابت. نسبة رو اي اكس على رو اي واي. طيب قلنا ان مع الار من القانون عرفنا ان الار طردي والايه طردي، يبقى ار اكس على ار واي هتساوي ايه اي اكس على ايه واي. يلا نعوض. ار اكس بكام؟ ب3 و33%، وار واي بكام؟ ب1.6 في اي اكس على اي واي 12 على 25. يبقى اقسم الرقم ده تطلع معايا النسبة بتاعتي، تطلع معايا النسبة 1/1. تطلع معايا النسبة 1/1. هي دي النسبة اللي صح. طيب يبقى احنا كده جبنا نسبة رو اي اكس الى رو اي واي، وهتطلع معايا النسبة 1/1. بكده نكون خلصنا مسائل المقاومة. فاضل مسألتين بس، المسألتين دول ليهم علاقة بالقدرة الكهربية. خلاص نخلص درس القدرة الكهربية وان شاء الله نكمل بقية المسائل. في مسألتين 3 كده على المقاومة بس ليهم علاقة بقوانين القدرة، واحنا لسه ما وصلناش للقدرة الكهربية. طيب ان شاء الله رب العالمين اشوفكم في المجاميع بتاعتكم على خير. اللي واقف معاه حاجة يبعتها لي على الواتس او يبعتها للسكرتارية على الواتس. ما تنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تفعل الجرس عشان خاطر يوصل لك كل الفيديوهات اول باول. ان شاء الله رب العالمين على ميعادنا. محدش يعني اول حصه يعني اول حصه في كل مجموعه انا شفت الدرجات الامتحان ما شاء الله، يعني بالنسبه لاول امتحان فلا بسم الله ما شاء الله عليكم. درجات الامتحان كويسه مع امتحان صعب. انا لسه ان شاء الله رب العالمين. خلي بالك ان الليفل بتاعت الامتحانات هتعلى مره واحده ورا واحده، هتلاقي ان الامتحان بتاعك المسائل فيه بتصعب. محتاج منك ان انت تشد حيلك معايا. السنه دي هيبقى فيه شغل تقيل، السنه دي هيبقى فيه شغل كبير جدا، فمش عايزين نتقل السنه على بعضينا. مش عارفين ايه اللي جاي بكره، مش عارفين شكل الامتحانات هيبقى عامله ازاي مع النظام الجديد. فان شاء الله خير. عايزين نكون مستعدين لكل حاجه، نكون مستعدين ان شاء الله رب العالمين لكل حاجه. اشوفكم على خير وبخير ان شاء الله الحصه الجايه. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.